لو انت شفت كل الاجزاء اللي فاتت من حكاية شوتار فروح للدقيقة ديت علشان تشوف الجزء الجديد، ولو كنت فاضي او مشغول فعاوزك تصلي على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وما تنساش برضو تدعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم بنصر قريب. ولو عاوزنا نكمل في الحكاية ديت وصلوا المقطع ل1000 لايك على الاقل، وورونا بقى التعليقات بتاعتكم هتبقى عاملة ازاي المرة دي. ويلا بينا نبدأ. الحكاية تبدأ بواحد ماشي بيجري في الشارع اسمه جيونج جونجا. الاسم ده بالكورية يا صديقي معناه البطل، واهله اختاروا الاسم ده علشان كانوا عشمانين يبقى ليه شأن كبير في المستقبل. جونج دخل محل العاب وكل الناس هناك عارفينه، ومن صغره هما بيتريقوا على اسمه، بس هو ولا كان شاغل باله. اصل هو ما كانش عاوز يبقى بطل في اي حاجة. المحل ده كان بتاع العاب، وجونج دخل وكلم الموظف الاشقر وقال له بطل غلاسة وطلع لي اللعبة الجديدة. الموظف كان شايل له نسخة فعلا من النسخة المتطورة للعبة واللي بتسمى ملحمة الليلة. اللعبة ديت قصتها صراع بين البشر والوحوش، وليك الحرية تختار بين البطل البشري لوك او ابن ملك الوحوش الكبير زيفر. اللعبة كلها مغامرات ومهمات، وجونج وهو عيل صغير خلصها اكتر من 10 مرات، فكان حافظ كل فتفوتة فيها. اللعبة ديت كانت من اوائل الالعاب اللي نزلت لما واقع الخيال المجسم بقى هو اللي مسيطر على المكان. جونج اخدها ووصل للبيت وطلع كارت اللعبة، لبس نظارة الواقع المجسمة وحط الكارت في الجهاز واستنى التحميل. كان ناوي يمشي اليوم ده ب8 ساعات اللعبة بس، لكن في ثواني لقى نفسه انتقل جوه اللعبة. فتح عينه لقى الشمس داخلة من السقف، وصحى على سرير جوه خيمة. بس في حاجة لفتت نظره، الشخصية اللي بيلعب بيها مش عارفها. فجأة حد خبط على الباب وبيسأله لسه نايم، وراح واحد غول ضخم باصص من فتحة الخيمة وزعق له علشان يطلع بره علشان ورانا شغل كتير. جونج انبهر بشكل الدنيا وقعد يمدح في نقاء الصورة. فالغول استغرب وقال له صورة ايه يا ابني؟ هنا جونج عرف انه يقدر يتكلم معاهم، وديت ميزة ما كانتش في الاعلانات. سأل الغول عن اسمه، فالغول استغرب انه نسى اسمه وقال له انا كراك يا سمو الامير شوتر والكل مستنيك. جونج افتكر اخيرا مين شوتر اجنوز ده الابن التاسع لملك الوحوش، وما كانش فاهم ازاي بيلعب بيه، وهو اصلا ما كانش اختاره في اللعبة. حرك ايده وشاشة البيانات والحالة ظهرت، واستغرب ان مستواه ليفل 1 وكلها صفار. حتى الشخصيات الجانبية العادية عندهم 10 نقاط في كل حاجة، وهو عنده 5 بس. شاف مهاراته لقى معاه الغزو ومهارة تعديل وضع البطل، وقعد يعرق من التوتر وهو بيفكر المهارة ديت معناها ايه. كارك نادى عليه تانية، فطلع شوتار وبقه اتفتح من المنظر. جنود غولة واقفين طابور مستنيينه. سأل كاراك هو الجو مكهرب ليه كده؟ كأننا داخلين حرب ولا ايه؟ فكاراك رد عليه وقال له بطل عبط ويلا نتحرك علشان نمسح بكرامة عيال البرق الاخضر دولت. شوتار وشه جاب الوان لما عرف ان ديت اول معركة ليه، وهو لسه حتى ما عملش فترة تدريب. والموضوع يا صديقي وما فيه ان كائنات الاورك بتاع قبيلة البرق الاحمر عاملين تمرد، ومطلوب منه يحل الليلة ديت مع الامير السابع والاميرة الثامنة. استغرب انهم واخدين 10 تنفار بس في الحرب. فكرك بقى قال له انا شرحت لك امبارح ان ديت مجرد دورية استطلاع. وسأله انت واكل حاجة غريبة ولا ايه؟ شطرة فتح الخريطة الصغيرة وسهلت عليه الدنيا، وقرر يخليها مفتوحة طول الوقت. شاف طريق سري وافتكر انه حدث خاص، وكرك بقى قال له الطريق ده هياخد وقت. بس شوتار صمم انه اسرع والكل مشى وراه. قعدوا يتسلقوا صخور ويمشوا في وسط شجر لحد ما شوتار هبط. بس خلاص كان وصلوا لبوابة حجرية مخفية. كرك سأله عرفت المكان ده منين؟ انت بطل. شوتار قال له يا ريت. وفجأة جسم شوتار نور، والسيستم قال له لمجرد انه مشى ووصل للمكان كل احصائياته زادت 2 وخد نقطتين زيادة، وقال في نفسه ده جنان. كراك استعجلوا ودخلوا لقوا بوابة مفتوحة. شوتار ما كانش عارف ايه اللي جوه، بس اعتمد على حماية البطل. الكهف كان ضلمة، وكراك قال ان الاقزام هم اللي حفروا زمان، وهم ماشيين لقوا صناديق كنوز ومعدات. الغول فرحوا بالذهب وقعدوا يتريقوا على الاقزام اللي سابوا سلاحهم. شوتر لقى ان مستواه مش كفايه يشيل الحاجات ديت، بس جرب يلمس حاجه وفكر ياخدها، فاختفت وراحت لمخزن الاغراض فعرف السر. فجاه شاف حاجه على الخريطه، صرخ فيهم ارجعوا ورا. الحيطه اتفتحت وانفجرت وطلع جيش اوركس بقياده القائد كايشان. الاوركس ده هجموا ودبحوا في الغوله، وشوتر بقى وقف مكانه متجمد. فكر يسرق القتال علشان ياخد نقاط خبره، وراح يضرب اورك سيفه اتكسر. الاورك جرى وراه وشوتر بقى اتكعبل ووقع، دمه نزل
على الارض وما كانش قدامه غير انه يصرخ. كارك انقذه في اخر لحظه وزعق له انت بتهبب بتعمل ايه؟ اتحرك. شوتر قعد يترعش وقال لنفسه ديت مجرد لعبه وانا تعبت وعاوز اخرج. فتح لوحه التحكم لقى ما فيش زرار للخروج، وهنا عرف انه محبوس في اللعبه. القائد كايشان بقى حدفه بحجارة قوية بمهارة التحريك عن بعد، وشوتار اتضرب في كل حتة وحس بوجع رهيب وانفجر وفقد الوعي وهو شايف نصل كايشان نازل عليه، دمه بقى صفر. وعي شوتار راح في مكان فاضي، خاف انه يكون مات بجد، وفجأة طلع نور ذهبي وست ظهرت وقالت له انت المتحكم في المكان ده، اغزو واستعبد كل اللي فيه واحكم عليهم، واختفت من المكان. وفي ارض المعركة الاوركس كانوا مسيطرين، وكايشان كان فاكر انه خلص على شوتار. فجأة جسم شوتار طلع نور ذهبي مرعب، واكتسب مهارة التحريك الذهني وفئة ثانوية اسمها فارس الغزو. كايشان صرخ في جيشه يقتلوه، وكراك صرخ في الغول يحموا الامير. شوتار حس بقوة غريبة وكأن الكلام بيتردد في ودانه، قوة الغزو ستكون قوة. ملك تحت راية القتال وضرب الغول بنور ذهبي قوي، مهارة تقوية خلت قوتهم تنفجر وحمسهم في السماء. الغلم بقبضتهم بس قعدوا يفرتكوا في الاوركس، وكايشان اتجنن وهاجم شورتس بصخرة، بس كاراك صدها وشورتس ادى كاراك قوة زيادة. راح كاراك طير وقطع راس كايشان بضربة واحدة بس، وجيش الاوركس هرب والسيستم قال له مستواك زاد كذا مرة. رجعوا بعدها للمعسكر وشورتس بقى كان متجنن علشان ما فيش خروج. فكر في احتمالين، يا اما عطل فني في اللعبة يا اما ده واقع بجد زي الروايات. اتأكد انه واقع لما ما لقاش تغويش على جسمه في الحمام. خاف يموت بس قال في نفسه على الاقل انا امير ومولد للقوة، وفي بقي اكيد هيبقى في معلقة ذهب. كاراك دخل عليه الخيمة ساعتها وطلب منه مبارزة علشان يشوف مستواه بقى فين. شوتر قعد يضرب في كاراك بعدها وكاراك مش حاسس بحاجة. راح كاراك ضرب ضربة وقعته. فجأة السيستم قال له اكتسبت مهارة السيف الأساسية. شورتس فهم انه بيتعلم لما يتدرب بجد، صمم يكمل المبارزة، وكاراك لاحظ ان حركته بتتحسن بسرعة البرق. شوتر عارف ان ميزته انه شايف بيانات الحالة بتاعته وبتاعة الناس كمان، وديت مش عند اي حد تانية. عرف ساعتها ان زيفر هيقتل كل اخواته سنة 517 واحنا دلوقتي في 512، يعني قدامه 5 سنين يلحق نفسه يبقى اقوى من زيفر. كاراك قال له ان في اجتماع مع الامير السابع كريس والامير الثامنة كيلتلينا، وفي اللعبة كانوا اعداء، بس شورتس اكتشف انهم طيبين وخايفين عليه علشان هو الضعيف. طلب منهم يضربوه بطاقة هائلة علشان يتعلمها، واستغربوا جدا بس عملوا كده، وفعلا مستواه زاد وبقى عنده هالة مستوى واحدة. شوتر رسم لهم خريطة دقيقة جدا للأنفاق بمساعدة الخريطة الصغيرة اللي معاه، وكريس انبهر وقال انت عبقري. شوتر استغل الفرصة ديت وطلب يتعلم قبضة الوحوش وادى فن قتالي أسطوري. كريس وافق وبقوا حلفاء رسميين من دلوقتي. السيستم بعدها سجل التحالف، وشوتر بقى شاف ان مستواه بيزيد والكاريزما بتاعته بتزيد كمان، ولقى نفسه في دورية تانية ودخلوا كهف فيه عناكب صخرية. شوتر استخدم تعويذة الضوء المفاجئ، عمت العناكب وخلى الغلم يطحنهما. وصلوا لزعيم العناكب وشوتر عرف ان نقطة ضعفه هي النار، وكيتلين اللي كانت ماشية وراه في السر تحميه ساعدته بقوة النار على سيفه وقتل الزعيم ووصل للمستوى 9. لقوا بوابة انتقال بتاعة أقزام، وشوتر اكتشف إنه بيعرف يقرأ لغة الأقزام. السيستم قال له اتعلمت لغة الأقزام مستوى 1. عرف إن البوابة دي بتوصل لجبال شيكا حيث معسكر البرق الأحمر الرئيسي. شوتر فرح لأن ديت فرصة يقابل القائد باندالا، أقوى واحد هناك، ويضمه لصفه قبل ما زيفر ياخده في المستقبل، لأنه حافظ كل حاجة القائد بيحبها من أكل وهدايا. ولما وصلوا كانوا واقفين فاتحين بقهم من الذهول. شوتر ما كانش مصدق اللي عينه شايفاه، بوابة قوية حقيقة في الواقع قدامه. كيريس وسارة دخلوا البوابة خلاص، فكيتلين اضطرت تلف وتسأله انت مستني ايه يا ابني؟ هنا فاق شوتر ومشى وراهم ودخلوا البوابة، ولما عدوا الناحية التانية اتفاجئ بالمنظر، هم واقفين فوق منحدر جبلية وتحت المعسكر بتاع العدو. المنظر كان زي ما كريس توقع بالظبط، وكريس قال ان في حوالي 5000 جندي. كريس فكر ان هم لو اتضربوا من الظهر لازم يركزوا على مخازن الامداد
المشاهدات كأولوية. وقال كمان لو الجنرال باندار بدأ يهجم من قدام علشان يشغلهم، الوحدات اللي هتتسلل من عندنا تقدر تحرق مخازن الأكل من وراه. بس سارة شافت إن في حاجة غلط، لأن عدد الجنود في المعسكر ما كانش كتير كفاية، وبما إنها فتحت السيرة الكل لاحظ الموضوع وقعدوا يتساءلوا أمال الجيش فينا، وفكروا إن هم يمكن بدأوا الهجوم بالفعل. فجأة شوتار لمح حاجة من بعيد، كانت في معركة شغالة. كريس قال ركز بنظرك، وفعلا شوتار عمل حاجة وبقى شايف بوضوح، لقى ناس بشرتهم سمراء وشعرهم فضية وودانهم طويلة. عرف إن هم ولاد الليلة ومعهم وحوش راكبين عليها اسمها دراوس. كيتلين سألتهم هو قال إيه، فشرح لها إن الجماعة التانيين أجسامهم صغيرة وراكبين وحوش. وكريس بقى شاف إن هم بدأوا ينسحبوا، واستغرب لو كان القائد بتاعهم وقع لأن انسحابهم كان سريع جدا. كارك سأل هو في إيه والخناقة خلصت ولا إيه، وشوتار كان عنده فضول يعرف وحوش الليل ديت إيه اللي جابهم هنا أصلا. وقت الغروب ساعتها بيجي ورجعوا المعسكر وكلموا الجنرال باندال من خلال شاشة القوة. باندال عارف إن هم لقوا بوابة الأقزام، وكان سقف طموحه في كريس عالي جدا، وسألهم عرفتوا مكان البوابة منين. كريس رد بكل أمانة وقال له مش أنا اللي لقيتها، ده الأمير التاسع شوترا. شوترا رد بتواضع وقال له ديت مجرد صدفة يا فندم. بس من جواه شوترا كان مبسوط جدا إنه شاف باندال من تانية. باندال قال له إن جه الوقت علشان يتكافئ بجد في قلعة ملك الوحوش. بس قبل ما يقفله كيريس سأل عن المناوشات اللي شافها قدام معسكر البرق الأحمر. باندال قال له إن هم غالبا وحوش الليلة واشتركوا في الحرب بقرار من دماغهم. كيريس استغرب وسأل لو كانوا تعزيزات من قلعة الملكة، بس باندال ما كانش متأكد، غير إن هم كانوا جايين يستطلعوا والظروف اللي بتعليهم. وبعدين باندال فجر المكافأة. في مشكلة كبيرة، قائد وحوش الليل المستقلة وقعت في الأسرى عند قبيلة البرق الأحمر. شوترا سأله ومين القائدة ديت؟ باندال رد ديت حد انت تعرفه كويس، اختك الأميرة السادسة فيليشا. الكل اتصدم لما سمع الاسم. فيليشا دي بنت سيلفيا الملكة الثالثة وأميرة ولاد الليل، وليها أخت توأم اسمها سيلفينا. افتكر إنها في اللعبة كانت دايما في جبهة العدو وتبع الأمير الرابع أناستازا، فكان واخد عنها فكرة وحشة. كريس سأله لو الأوركس الكلاب دولت عارفين إنها فيليشا. باندال قال له لسه مش متأكدين. كريس سأل هنعوز نفاوضهم. باندال بقى قال له لو بدأنا إحنا بالهجوم هنعرف نتكلم، بس أنا مش هطاطي راسي ليهم الأول. قال لهم هيجمع معلومات زيادة وهيبلغهم، واختفى من على الشاشة. كريس قعد يتريق ويقول أهو أختنا الكبيرة العظيمة بقت أسيرة. كيلتين ردت وقالت لو لسه عايشة لازم ننقذها، بس كريس كان شايف إن الموضوع مش سهل وممكن نخسر جنود كتير بسببها. كيتلين صممت إنها أختهم ولازم يرجعوها، فكريس قعد يفكر وما كانش عاوز يوافق بسهولة. وشوترا لاحظ التوتر اللي بينهما ولكنه مش بيتكلم. وفي المعسكر كريس حط خطة بسيطة، لما باندال يسحب جيش البرق الأحمر الأساسي هم يضربوا المعسكر من ظهرهما، وكريس هيهجم في قلب المكان. وخصص كيتلين وشوتار يقودوا فريقهم علشان ينقذوا فيليشا ويحرقوا المخازن. كريس حذرهم لو الدنيا بقت خطر انسحبوا فورا، مش هنضحي بأرواح زيادة علشان فيليشا. كيتلين زعلت من كلامه، بس كريس سكتها وقال لها أنا القائد هنا وهرفض بقى إن تصرفات فيليشا المتهورة تبوظ العملية بتاعتنا كلها. بدأت الخطة بالليل والمحاربين هجموا. كريس وجماعته واقفين فوق المنحدر بيراقبوا، وأول ما المعسكر بدأ ينفجر والأوركس اتلبخوا باندال وجيشه هجموا عليهم. شوتار كان مستني الإشارة وكراك كان مستعجل، بس شوتار قال له استنى. أول ما دخل الأوركس اتفاجئوا وشوتار وجماعته اكتسحوهما وهم بيجروا. أورك ضخم كان هيضرب كاركا، بس شورتس لحق وحدف خنجر في راس الأورك ده وخلص عليه. هنا سيستم قال له مبروك خدت مهمة حتف الخنجر ليفل 1. كارك استغرب وسأل اتعلمت ده فينا؟ شوتار قال له حاجة بسيطة كده، بس الحقيقة انه قعد يحتف خنجر طول الليل امبارح لحد ما المهارة جت له. وصلوا لمخزن الأكل ساعتها وكارك سأله نولع فيه، فشوتار قال له أيوة يلا بينا، بس افتكر فيليشا وخاف تكون محبوسة جوه وتتحرق. فتح الخريطة ساعتها ودور على علامة شخصية محايدة لهم باللون الأزرق أو البنفسجية ولقاها بالفعل. دخل الخيمة لقاها مربوطة بسلاسل في نص دائرة قوية. فيليشا سألته انت ايه اللي جابك هنا؟ شوتار قال لها هنتكلم بعدين خليكي ثابتة. كان بيفكر من جواه انها لما تبقى مديونة ليه بالجميل ده هينفعوا قدامه. وهم خارجين الأوركس حاصرهما. فيليشا لمحت حاجة وراه وصرخت وراك. فجأة حاجة اخترقت جسمه شرطة والنار ولعت فيه. فيليشا وكراك اتخضوا، بس شورتس
طلع من الدخان سليم تماما. الصدمة كانت هنا، السيستم ساعتها بيقول له اتعلمت مهارة التحكم في المانا ومهارة سهم النار ليفل 1. شورتس ساعتها بيدخل في حالة هيجان وقعد يحدف اسهم نار في كل الاوركس ويحرقهم وهو مستمتع جدا بالقوة اللي معاه. بعدين لمح سهم جليد جاي من برج مراقبة ناحية فيليشا، راح زيها بعيد وصرخ ما تقربيش، واخد السهم في صدره هو عن قصده علشان يتعلم المهارة القادمة. وفعلا السيستم قال له اتعلمت سهم الجليد ليفل 1 بس دمه اتش بي نزل الارض وبقى 13 من 95، يعني كان هيموت فيها. فيليشا قعدت تشتمه وتقول له يا غبية، وشها احمر من الخجلة وقالت له انت اضعف واحد فينا، انت اللي محتاج حماية مش احنا. سحبت سهم الجليد من صدره وهو بيصرخ صرخات رهيبة وعالجته بالقوة بتاعتها. شورتس ساعتها لما عالجته تعلم مهارة الشفاء ليفل 1 وجروحه قفلت في ثانية. لكن ساعتها بيطلع لهم الغولم الدموي، وحش ضخم وسريع، وشورتس قال لكراك هنعمل زي المرة اللي فاتت بالظبط، وطلع خنجر الاقزام وضربه في الارض واستخدم مهارة تحت راية الملكة. كراك جسمه نور وبقى جبار وهجم على الغولم اللي كان 3 اضعاف جسمه وقعد يلطشه بالفاس بتاعه. فيليشا استخدمت قوتها ووقعت الغولم في الزيت، وكراك نزل بالفيس في نص بطنه وخلص عليه. وفي اللحظة ديت جسمه شورتس نور ووصل لليفل 10، ومهارة تعديل وضع البطل بقت ليفل 2، وخد مهارة سلبية جديدة اسمها حماية ارض المعركة بتخلي اي سهم او طلقة تخطئ البطل، ومهارة درع المحاربة. وبعدين شفنا فيليشا بتستخدم سحر الرياح وبتقتل في الاعداء، وعرفنا انها مش بس قوية، ديت مستحضرة قوة. فجأة شافوا اشارة صفراء في السماء، شورتس عرف ان ديت علامة الانسحاب. كراك سألها نعمل ايه، فشورتس قال خد الجنود وارجع وانا هروح لكتلينا اطمن عليها لان الاشارة ديت قلقتني. فيليشا صممت تروح معاه علشان ترد الجميلة وتصفي حسابها مع الخنزير الاوركس. ولما راحوا لهناك لقوا كيتلين بتهرس في الاوركس قوة ونار وما كانتش محتاجة مساعدة خالص. كيتلين شافت فيليشا وراحت حضنتها وهي فرحانة، وشورتس لاحظ انهم قريبين من بعض قوي. رجعوا كلهم للبوابة مع بعض، وفيليشا كانت مبهورة بشورتس وازاي اتغير كده. ولما رجعوا كان في تنشنة واضحة بين كريس وفيليشا. كريس بقى بلغ ان باندال كسب المعركة، وان زعيم البرق الاحمر ياكوزان هرب، واننا لازم نلاحق اخوه كايرو. فيليشا ادعت انها كانت بتعمل ابحاث واتقبض عليها، وكريس ما كانش مصدقها وقعدوا يبرقوا لبعض لحد ما كريس قفل السيرة. بيعدي النهار على خير، وبالليل فيليشا بتروح لشوتر خيمته، مسك الدراع وقالت له يلا علشان نعالجك. بطلنا كان مصدوم ووشه قلب طماطم، لكنها كانت فعلا عاوزة تعالجه بجد مش مجرد علاج اسعافات اولية. شورتس ساعتها استغل الفرصة وطلب منها تعمل له حاجة تانية، وفعلا نتعلم مهارة علاج السموم وعلاج الامراض. فعلا الولد ده مش بيسيب اي حاجة غير لما ياخد منها مصلحة، ما هي الدنيا مصالحة. وتاني يوم كيتلين بدأت تعلمه فن قبضة وحش الغابة فرع المستذئبين، وبسبب ليفل 10 لشورتس اكتسب مهارة بنية البطل اللي بتخلي تدريبه اسرع بكتير، ومهارات تانية بتزود كفاءة القوة بتاعته. شوتر ساعتها قاعد يضحك بشر ويقول هو ده بقى معنى انك تكون بطل بجد. كيتلين زعقت له علشان يركز، وفعلا اتعلم فن قبضة الوحش ليفل 1 في وقت قياسي، وبقى حاسس ان ايده ديت سلاح قتله. وفجأة جالهم خبر ان وحدة كايرون اختفت، وكريس قرر ان هم هينضموا لجيش باندال الاساسي علشان الحرب الشاملة. وصلوا ساعتها للمعسكر، والجنرال باندال رحب بالامير كيريس والاميرة فيليشا. شوتر قرب من باندال وهو بيبتسم ومد ايده علشان يسلم عليه، وباندال وافق وسلم عليه هو كمان. بعد سلام شوتر على القائد باندال، شوتر شاف رؤية أو حلم غريبة. ظهرت ست لابسة درع كامل وشعرها ذهبي وكيرلي، وعينيها زرقاء ولابسة قناع مخبي مناخيرها وبقها، والنار كانت بتلف حوالين جسمها بالكامل. شوتر حس برهبة فظيعة وكأن الحلم فيه روح غزو وحروب، وفجأة صحى من النوم وهو عرقان ومش فاهم ايه اللي بيحصل. هو متأكد انه شاف الست اللي عينيها زرقاء ديت قبل كده، بس الست اللي لابسة درع أحمر ديت أول مرة يشوفها. كراك فتح الخيمة وقال له يا سمو الأميرة هنتحرك حالا، وفعلا لقى الفرقة بتاعته كلها بتلم حاجاتهم ومنتشرة. وفي المعركة ديت شوتر كان مكانه في الجناح الشمالي، وباندار ماسك القلب، وكريس وكتلين ماسكين الجناح الأيمن. أما ولاد الليل فكانوا وحدة تأمين الظهر. بدأ الزحف، وفجأة شوتر لقى نفسه في نص المعركة وحواليه آلاف الجنود، وبما إنه كان قصير شوية فكان غطسان وسط الغيلان ومحدش شايفه. القائد باندال نادى في
الجيش وحمسهم علشان يوروا الأوركس الكلاب دولت هم قد ايه بالنسبة ليهم. الجيش كله تقدم والعدو كان عامل تشكيل دفاعية. زعيم العدو وقف يضحك بشر وقال عليهم ان هم مجرد مغفلين. وفجأة انفجار ضخم حصل في ظهر الجيش. باندال اتجمد من الصدمة لما شاف العدو مطلع وحوش الماموس المستنقعية الضخمة ومعاها انفجار في كل حتة. الجنود بقوا بيطيروا يمين وشمال من غير ما يقدروا يدافعوا عن نفسهم. وشوتار وكاراك اتصدموا وشوتار عرف ان هم وقعوا في فخ محترم وان الاعداء كانوا عارفين كل خطوة بيعملوها من البداية. الموضوع ما خلصش على الماموس وبس، ده كمان يطلع لهم جيش الرجال السحالية. كيريس كان هيتجنن من الغضب لان العدو بيلعب بيهم وكيتلين قالت لازم ننسحب وكريس وافق بالعافية علشان ما يتبادوش كلهم. امر الاقوياء منهم يعملوا خط دفاعي في الظهر علشان يعطلوا العدو والجيش يبدا ينسحب. اورك نط على شوتار بس كاراك لحقه وصرخ فيه فوقك يا شوتار، غلطة واحدة هناك وكلنا هنموت. شوتار عرف ان ديت مش لعبة، ده واقع وموت حقيقية. رجعوا بعدها للمعسكر والكل كان بيتعالج. كيريس اعترف بغلطه انه كان لازم يشك في الموضوع. باندال قال له مالوش لازمة الندم دلوقتي، يا ننسحب خالص يا نطلب دعم من قلعة ملك الوحوش. فيليشيا اتدخلت وقالت انها كانت جاية اصلا علشان تستكشف اثار في نهاية جبل جيشكا، ورغم انها مش بتاعة قتال بس هي باحثة اثار درجة اولى. فتحت الخريطة وكلمتهم عن مكان اسمه انكيديو عارين تنين الارض. التنين ده كان مصنوع من الحمم البركانية وكان عنده حراس كتيرة منهم الاقزام اللي كانوا عايشين في الجبال دي. التنين ده اداهم سلاح اسطوري اسمه سندال الرعد. السلاح ده مش بس بيتحكم في الحراس الآليين، ده كمان بيخليك تضرب قوة تدمر جيوش بالكامل. خبطت فيليشيا على الترابيزة وقالت لو عاوزين نكسب مفيش قدامنا غير اننا نلاقي السندال ده. وبندال سألها عن مكانه قالت له معرفش. كريس قفل منها وقال لها ده كلام فاضي ومش هنضيع وقتنا في تدوير على كنز والعدو ممكن يهجم في اي وقت. شورتار اتدخل واكد ان سندال الرعد ده موجود بالفعل. هو عرف كده من اللعبة لما كان بيلعبها بشخصية البطل لوكا، بس ضحك عليهم وقال لهم انه قرأ الكلام ده في كتب الاقزام. وقال له يا كريس انا واثق في فيليشنا عنيها برقت واتأثرت بالكلام، مع ان شرطة كان غرضه بس يكسب عندها نقطة. كريس كان لسه رخم بس شورتار بقى صمم وقال له ان في اساطير تانية بتقول ان الباب قريبة ووعدوا انه هيشيل المسؤولية كاملة لو فشلوا وقال ثق فيا ولو لمرة واحدة. كريس وافقوا بالليل ركبوا خيول الشبح اللي فيليشيا استدعتها وخدوا كراك وكتلين واتنين عساكر وطلعوا. كاراك كان ميت من الرعب وهو راكب الحصان الطائر وماسك في شوتار جامدة. شوتار كان مطمن لانه ركب الخيول ديت كتير وهو بيلعب بشخصية زيفر في اللعبة. كان بيراقب الخريطة الصغيرة وعرف ان هم قدامهم ساعة، والمشكلة كانت ازاي هيوصلوا للمكان من غير ما يشكوا ان هو كان عارف مكانه بالظبط. ولما وصلوا قعد يألف كلام ويقول لهم انا لما فتحت البوابة درست خرائط الانفاق وعرفت ان التضاريس ماشية مع شكل الجبل، فاعتقد ان السندان هنا. فيليشيا قالت له ماشي يا عبقري ورينا السكة، وفعلا وصلوا لمكان مسدود. كاراك قال له انت متأكد يا سمو الامير؟ فشوتار قال له انا ما قلتش ان ده الباب، انا قلت ده الطريقة. نادى على كتلين وقال لها ادي الحيطة ديت بوكس محترم من بتوعك. فيليشيا استغربت وقالت له انت فاكر كلتين ديت منجنيك ولا ايه؟ وراحت هي مجمعة طاقة رياح في ايديها وفجرت الحيطة، وفعلا لقوا مدخل وراه قبة كبيرة فيها السندان. لقوا السندان محمي بقبة قوية وكان حواليه 9 تماثيل و3 ماسكين سلاح و6 اياديهم فاضية. فاشلين بقى فهمت ان التماثيل ديت محتاجة اسلحة الاقزام علشان تتفتح، والكل استغرب هنجيب 6 سيوف اقزام منين دلوقتي؟ شوتار بكل بساطة قال لهم انا معايا 6. هو كان لممهم من الانفاق قبل كده وحطهم في مخزن الاغراض بتاعه لان ليفله كان قليل ما كانش عارف يستخدمهم. كاراك استغرب وقال له انت شايل كل ده في شنطتك ازاي؟ شوتار قال له خد شيل وانت ساكت، انت لسه هتحكي معايا ولا ايه؟ حطوا السيوف في ايد التماثيل وعين التماثيل نورت والقبة اتفتحت وظهرت سندال الرعد. فيليشيا قالت ان فاضي تفعيل اخير، وقفت شوتار وكراك مكانهما وخلت الباقي يقفوا عند الساعة 3 و6 و9 في الدائرة، وبدأوا يضخوا طاقة المانا في القرص. والبداية كانت عندها وهي بتلف مع عقارب الساعة.
فيليشا بدأت المهمة وقالت إن ضخ طاقة المانا لازم يزيد بالتدريج. الكل ركزوا وبدأوا يخرجوا طاقتهم، وهي بتوجه شوتار إنه يزود طاقته شوية كمان وبعدين يثبت إيده ويركزها لأقصى طاقة. السندال بدأ يتشحن بالطاقة وشوتار كان بيعافر علشان ما يفقدش تركيزه، وفجأة شعار نور جبار ضرب في السماء. الخيمة اتملت دخان وشوتار لقى نفسه في رؤية غريبة، شاف محاربين ووحوش وكائنات كتيرة ماشيين في نفس الاتجاه، وفجأة سمع صوت جوهري بيقول أتباعي سمعوا كلامي. بص لفوق لقى ظل ضخم مغطي المكان، كائن طائر عملاق بيأمر الكل يحموا المكان بتاعه، وإن هم هيكونوا حراس البوابة اللي بين عالم البشر وعالم الوحوش. ولما شوتار فاق كان بيلهث وبيدور على نفسه، هو متأكد إنه شاف تنين أسود وشك إن ده هو تنين الأرض إنكيدو. فينيشيا سألت لو شاف نفس الرؤية، وهي كمان ما كانتش في حالتها، وقعدت توصف التنين الأسود اللي الحمى البركانية ماشية في جسمه. كارك هو كمان يأكد إنه شاف نفس الحاجة. فيليشا قالت إن السندال هو اللي هيكشف الحقيقة، ولمست السندال تانية فطلع منه ضوء بنفسجي قوي وضباب أسود لف حوالين إيديها. شوتار جرى عليها علشان يوقفها، بس فجأة فيليشا صرخت صرخة مرعبة. شوتار كمان يصرخ وسمع صوت جواه بيأمره إنه يغزي تنين الأرض، وفجأة جسم شوتار نور وبقى ماسك في إيده مطرقة سوداء، وعينه اليمنى اتحولت للون الأسمر وكأنه ما بقاش هو شوترا. وفي نفس الوقت ده عند المعسكر المؤقت بتاع الجيش كان في جاسوس أورك بيراقبهم من فوق الجبل. الزعيم ياكوزانا جمع جيشه وقرر يخلص على الباقيين في المعسكر، وفجأة السماء بدأت تمطر كرات نار على المعسكر والناس بتموت وتتصاب بالجملة. ودخل ياكوزان بالجيش ومعاه الماموس المستنقع الضخم علشان يهرسوا الكل. كيريس كان هيتجنن، التوقيت زفت لأن كيتلين وفليشا مش موجودين والجيش كان هيتدمر خالص. ياكوزان كان واقف بيضحك فوق الجبل، بس فجأة حصلت حاجة غريبة، القوة بتوعه مش عارفين يحركوا ايديهم. الماموس عينه نورت وتحول وهجم على الأوركس نفسهم. ياكوزان اتصدم وقعد يزعق الماموس بتاعنا بيضربونا احنا ليه. كيريس شاف المنظر من بعيد واتبهر وعرف ان هم لقوا السندان. وفي الكهف شوتر كان ماسك المطرقة ومستغرب. فيليشا قالت له ديت مطرقة الرعد شركة السندان، وشكل إنكودا اختارك انت، وطلبت منه يستخدمها فورا. شوتر رفع المطرقة ونفذ اللي سمعه، الغزو لازم يحصل، وبدأ يسيطر على الماموس بالكامل. بان ده لما شاف الماموس بيقلب على الأوركس عرف ان الأمير والأميرة نجحوا في مهمتهم، فصرخ في الجيش دلوقتي وقت الذبح. ياكوزان ما كانش مصدق اللي بيحصل، والمساعد بتاعه قال له لازم ننسحب لان الطاقة اللي بنوجهها جبارة، بس ياكوزان رفض. وفجأة حصل انفجار وراه، كان كيريس قالت له ديت نهايتك يا ياكوزان، استسلم وخلي موتك مريحة. ياكوزان شتمها وهجمه، بس كريس بلمحة عين استخدمت فن قبضة الوحوش وطيرت راس ياكوزان من مكانه. المساعدين بتوعه هربوا وهو بيصوتوا ان الزعيم مات، وكريس بص للسماء وتمنى ان شوتار والجماعة يكونوا بخير. وفي الكهف شوتار شاف المعركة عن طريق الماموس وكان مبهور. فيليشا قالت له ان السندان يقدر يسيطر على كل حراس الكنوز، وبعدين وقعت من التعب وطلبت ترتاح شوية. وفي اللحظة ديت شوتار اتحبس ولقى ليفله زاد جدا بسبب السيطرة على الأثر الغريب ده، ووصل لليفل عالي ومهارة الغزو وتحت راية القوة، وظهرت له مهارة جديدة اسمها الفارس، ودي شكلها مهارة استدعاء. كيتلين لقت شوتار وزعقت له ضربته قفا خفيفة علشان اختفى فجأة. قالت له ان هم هيباتوا هنا لان فيليشا فقدت الوعي من كتر المجهود، ومن غيرها مش هيعرفوا يستدعوا خيول الشبح علشان يرجعوا لنفس المكان اللي كانوا فيه. وبالليل الكل نام الا شوتار اللي لقى طاقته رجعت بالكامل بسبب زيادة الليفل. فكر وقال انا في مكان اثري، يعني اكيد في كنوز مخفية اكتر. طلع مطرقة الرعد، وبما انه بقى حاكم المكان ده فالمكان كله بقى تحت رجله. صحى كاراك من النوم بالعافية وقال له تعال معايا نستكشف المكان. دخلوا غرفة لقوا فيها وحش آلية. كاراك بقى كان ميت من الرعب، بس شوتار طمنه وقال له ما تخافش انا المسيطر هنا. دخلوا غرفة تانية لقوا فيها كنوز ملهاش اول من اخر. كاراك لقى درع قوي جبار، وشوتار قال له خده والبسه هو اصلا واسع عليا. كاراك ساعتها بيشكره من قلبه. شوتار قعد يلم العملات الذهبية القديمة واي حاجة مفيدة في مخزن الاغراض بتاعه، وقال لكاراك يلم هو كمان معاه. لقى صندوق كنز فتحه، وفجأة باب سري اتفتح قدامهما. دخل جواه ومشى في ممر طويل لحد ما وصل لقاعة واسعة جدا، وفي نص القاعة لقى طاقة مانا هو عارفها كويسة، والاسم ظهر في دماغه فورا انكيديو. ولقى قدامه قفازات الانكيديو الاسطورية اللي اسمها زلزال. شوتر وقف قدام القفاز
القفازات ولقاها بتخاطبه وبتقول له يا فارس الغزو الشجاع. واول ما لمسها السيستم قال له يا عمنا لسه ليفلك وطاقتك وقوتك البدنيه والذهنيه مش كافيه علشان تلبس حاجه زي ديت، بس القفازات نورت وادت له اذن خاصه وبقت ملكه باسم الامير شوتارا. واول ما لبسها حس بوجع فظيع بس استبطل واستحمله، ولقى قوته وطاقته والتحمل عنده زادوا 10 نقاط مره واحده. شوتار انبهر وقال ده احنا لسه بنقول يا هاتيه والاحصائيات ضربت في العلانيه، امال لما ليفلي يعلى هيحصل ايه؟ وفجاه كاراك ظهر وراه وساله ايه اللي بيحصل هنا؟ شوتار اتخض وقال له انت هنا من امتى يا غول انت؟ كاراك قال له انا شفت كل حاجه، شفت القفازات اللي طلعت من العدم ديت. شوتار خاف سره يتكشف بس كاراك طلع جدع وقال له ما تقلقش سرك في بيره واخده معايا للقبر. شوتار اتأثر جدا وقرروا يرجعوا لباقي الجماعة. وهم راجعين شوتار لمح حاجة تانية في غرفة الكنز ووقف كاراك. كاراك قال له ايه تانية؟ شوتار قال له هو ده المطلوب اثباته. راحوا لفيليشيا وشربوها جرعة استدعاء الطاقة اللي شوتار لقاها. فيليشيا فاقت وجسمها نور وسألت باستغراب جبت البتاعة ديت منين؟ شوتار فكرها وقال لها نسيتي ان حاكم الاثار هنا ولا ايه؟ فيليشيا شكرته بكسوف وهي وشها احمر. ومع شروق الشمس الجنرال باندار رحب بهم وقال لهم كنت عارف انكم وحوش وهتخلصوا على المهمة. كيريس قعد يحنحن وراح لفيليشيا وقال لها بكسوف عملتي مجهود محترم يا اختي. فيليشيا ردت بغرور دي اقل حاجة عندي يا حبيبي. شوتر كان واقف بيتفرج عليهم وهو بيضحك من قلبه على الجماعة العائلية ديت. وكريس قال لهم ارتاحوا واحنا هنلم البواقي. شوتر استغرب وسأله هو لسه ما خلصناش؟ كيريس قال له فاضل قبيلة البرق الأحمر قدامنا نص شهر ونخلص عليهم خالص. شوتر فرح وافتكر انها اجازة بس كتلين همست في ودانه وقالت له اجازة في عينك انت لسه وراك شغل كتير. شوتر لقى نفسه بيتبهدل من بوكسات كتلين تحت الشمس والتدريب كان قاسي جدا على فن قبضة الوحوش. اول 5 ايام كان شوتر مجرد كيس رمل بيتضرب بس بعد اسبوع بدأ يشوف حركات كتلين بوضوح. وفي اليوم ال11 كيتلين انبهرت وقالت له مستواك بيتحسن بسرعة. شوتر بفترة التدريب وصل لليفل 5 في قبضة الوحش. وهنا كيتلين قالت له دلوقتي وقت الجد هعلمك فن قبضة الوحوش. مسكت ايده وخليته يحس بالاورا بتاعتها وهي بتوجهه. شوتر حس بقوة جبارة بتسرف جسمه وفجأة السيستم قال له مبروك اتعلمت فن قبضة الوحش ليفل 1. شوتر جرب يضرب الهواء فعمل خلخلة وضغط جوي حفر الارض وليفله وصل ل 14. وتاني يوم قعد يفطر مع كيتلين ويسألها هو لسه الجو مكهرب بين كريس وفليشا. كيتلين بقى قالت له ان مفيش خناقة مباشرة بس الموضوع له علاقة بسيلفينا اخو فيليشيا التوأمة. شوتر اتفاجئ بالاسم وكيتلين زعقت له وقالت له ما تنطقش اسمه كده بالسهل حتى لو هو مش هنا. سيلفين ده خصم رخم جدا في اللعبة. وشوتر كان عاوز يعرف اكتر بس كسرين بقى دخلت عليهم فجأة وقالت لهم لموا عفشكم هنمشي الظهر رايحين لقلعة ملك الوحوش علشان نبلغ باللي حصل. الرحلة للقلعة كانت صعبة 3 ايام مشي وتخييم في الخلا من غير راحة في لوكاندا ولا اي حاجة. شوتر كان قلقان لان القلعة هناك متقسمة 3 احزاب. الامير الثالث زيفر العدو اللدود واخطر واحد. الامير الاول بال القوي جدا والامير الرابع اناستازيا الداهية. وفي العيلة ديت مفيش حاجة اسمها انا الكبيرة اللي بيثبت كفاءته ويجيب انجازات هو اللي بيركب الكل. وبال وزيفر اخوات شقاق ومن نسل التنانين وقوتهم جبارة بمعنى الكلمة. مهارة فارس الملك وتطوير كاراكا. شوتر قعد يخطط ازاي يطور نفسه وفتح مهارة جديدة اسمها فارس الملك. اكتشف انها زي نظام نقابة او فيلق خاص بيه وهو القائد مع مكانين فاضيين لفرسانه. كاراك جاله قال له يلا يا عم نام علشان نصحى بدري. شوتر قال له جيت في وقتك تعال جرب فيك تجربة. وقف شوتر تحت ضوء القمر ومسك سيفه وقال بوقارة انا بوليك يا كاراك ملك الغيلان العظيم كفارس عندي. فجأة جسم كاراك نور وحس بولاء رهيب ناحية شوتر. كاراك ليفله كان 24 وبقى رسميا قائد فارس وجندي رتبة اولى في فيلق شوتر. كاراك استغرب القوة اللي نزلت عليه وشوتر قال له بحماس انا هخليك اقوى امبراطور غول في التاريخ. كاراك بص له بشك وقال له انت سخن يا سمو الامير ولا فيك حاجة غلط؟
تاني يوم كريس والجماعة وقفوا قدام جهاز النقل الآني في البرج. شوتر دخل الدائرة وفجأة النور ضرب من السماء ونقلهم. شوتر حس انه كان بيقع على راسه وخاف جدا، بس وصلوا بالسلامة في الآخرة. وأول ما وصلوا فيليشا لقت شلة المعجبين الخدام والتابعين بتوعها مستنيينها وهاتية رغي وضحكة. كريس وكيتلين كمان لقوا اللي يستقبلهم، أما شوتر فكان واقف لوحده وسمع ولاد الليل بيتشوشروا عليه ويضحكوا بطريقة. شوتر ما كانش فارق معاه لأن ده المتوقع، وقال لكراك جاهز يا بطل، من هنا هنبدأ نغير كل حاجة خطوة بخطوة. وأول غرفة خدوها في القلعة كانت عاملة زي مخزن قديم ومتهالك. شوتر قال الحمد لله إن في سقف مغطينا وخلاص. وهم بيفرغوا حاجتهم خبطت عليهم واحدة اسمها فلورا من مكتب إدارة العقارات، ومعها إيزابيل من مكتب الإنجازات العامة. شوتر استغرب اللي جاب ناس مهمة كده في الخرابة ديت. طلعت المفاجأة اللي في الإنجازات بتاعة شوتر ضربت في العالي ووصلت لليفل 5 برصيد 15,000 نقطة. السيستم قعد يعد إنجازاته. اكتشفت منجم الأقزام والبوابة، القضاء على زعيم البرق الأحمر، وإنقاذ الأميرة فيليشا، الحصول على سندان الرعدة، وإخضاع القبيلة كلها. والمكافآت كانت خرافية. مناطق جديدة اتفتحت له في القلعة، ومرتبه الشهري نط من 5 قطع ذهبية ل 500 قطعة ذهبية مرة واحدة. شوتر بقى أول أمير يحقق ده من مهمة واحدة بس. راحوا يشوفوا البيت الجديد ساعتها، وكراك بقه اتفتح من السهولة. في الأوراق قالت لشوتر إنه شرف ليها تخدمه من اليوم ده، بقت زي رئيسة خدم عنده. ويكتشف كراك إن شوتر وظفها بنقاط الإنجازات بتاعته خلاص. وتاني يوم لبسوا أشيك حاجة عندهم. فيليشا هي اللي اختارت الهدوم بتاعتهم، وكراك كان متوتر جدا لدرجة إنه كان عاوز يدخل الحمام كل شوية من الخوف. وشوتر قعد يتريق عليه. كريس جالهم وقال لشوتر انت النجم النهارده، وريهم نفسك. دخلوا قاعة العرش وشوتر كان داخل بكل ثقة، عاوز يوري كل اللي استهانوا بيه انه مش الامير الفاشل اللي يعرفوه. نزلوا قدام الملك ميترال ملك الوحوش وابوهم كلهم. الملك كان عينه ذهبية وملامحه قريبة للبشر، بس كان ليه هبة مرعبة. شوتر اول ما شافه حس بضغط جبار، كأن جسمه بيتدمر من الهيبة، بس صوت جواه قال له انت كمان ملك، اقهر الضغط ده وسيطر عليه. جسم شوتر نور بنور ذهبي دافئ قوة الغزوة، ورفع عينه وبص في عين ابوه بكل ثقة. هنا حصلت المعجزة اللي خلت القلعة كلها تبرق. الملك ميتار نطق اسم شوتر وقال له انا مستني اشوف انجازاتك اللي جاية. الناس كلها اتصدمت لان الملك عمره ما نطق اسم امير او اميرة في قاعة العرش قبل كده. وشوتر رد بكل ادب هكون عند حسن ظنك يا فندم، وخرج وهو سايب انطباع جبار عند الكل. ولكن لما بيجي الفجر كراك بيصحي شوتر على رسالة من مكتب الإنجازات. طلعت مهمة شخصية من منطقة الملك نفسه. المهمة هي القضاء على قطيع وحوش كاسيوس في سهول الغضب. كريس وكيتلين قالوا إن ديت مهمة سنوية صعبة، وكريس كان قلقان عليه لأن الأنظار بقت عليه دلوقتي، وقال له لو احتجت حاجة أنا معاك. وقبل ما يمشي راح لفيليشا اللي ادت له وحش لركوب علشان السفر، وادت له أغلى حاجة عندها دمعة الليلة. ده كنز مقدس ما بياخدوش إلا اللي يقتل فيليشا نفسها. فيليشا حضنته وقالت له خد بالك من نفسك وارجع بسلامة. شوتر وشه احمر واتكسف، وهي أول مرة استوعبت اللي عملته، وراحت زقاه بعيد بكسوفة. شوتر وكراك ركبوا دائرة النقل واختفوا ساعتها. وصلوا السهول ولقوا واحدة مستنياهم اسمها كارما، وهي جوالة في سهول الغضب ومن عرك السترة، نصها بشر ونصها تحت حيوانة. قالت لهم إن الطريق لمستوطنة القنطورة هياخد يومين مشي سريعة. شوتر قال لهم إن هم الثلاثة بس اللي في المهمة حاليا، وإن الباقيين هيجوا بعدهم. وهم ماشيين سمعوا صوت وحوش. كارما جريت تستطلع لقت قطيع كاسيوس بيطارد واحد قنطورة. شوتر ما تدخلش بالراحة، ده دخل بالوحش بتاعه وخبط فيهم وعمل حادثة محترمة. القنطور استغرب والقطيع بدأ يحاصر شوتر ساعتها. شوتر ما كانش خايف، ده كان واكلاه ايده وعاوز يضرب اي حد. القفازات بتاعته بدأت تنور وقالت للوحوش اللي شبه الديابة تعالوا يا كلاب. وظهر الزعيم بتاع القطيع وهو بيزمزر بوقحة. كراك وكارما جريوا عليه وهما بيزعقوا له ايه اللي عملته ده يا مجنون، ديت مخاطرة كبيرة. شوتر نزل من فوق وحش وطرف الهوا وهو بيقول لكراك وكارما اتفرجوا وبس. استخدم فن قبضة الوحوش اللي اتدرب عليها وفعل مهارة قبضة الانفجار، والضربات كانت مرعبة لدرجة ان رأس زعيم وحوش الكاسيوس طارت من مكانها في ثانية. كراك وكارام بقهم اتفتح من الذهول، وبقية الوحوش اول ما شافوا زعيمهم اتذبح كده جريوا بجلدهم وهربوا من المكان. شوتر نفسه استغرب من القوة ديت وعرف ان قفازات الزلزال
ضعفت قوته وخلت ضربته مدمرة زي ضربات كتلينا. القنطور اللي أنقذه شكره وعرف باسمه، وهو اللي هيوصلهم لمستوطنة القنطورة في سهول الغضب. بس الحاجة اللي محدش خد باله منها إن جثة الزعيم اللي سابوها وراهم بدأت تطلع نور غريبة. بعدها بيوصلوا للمستوطن وهناك في 4 قبائل للقنطور: الرياح والمطر والليل والنار. أقوى قبيلة هي النار الهائجة وزعيمها هو سافاجا، وده هو الزعيم الأعلى للكل. شوتر كان عارف من اللعبة إنه عدو رخم ومستحيل يتحالف معاه، بس المرة ديت الموضوع مختلفة. سافاجا كان بيبص لشوتر بنظرات تخوفه ودخلوا الخيمة علشان يشرح له الموقف. قال إن وحوش الكاسيون نزلت الجنوب بدري عن ميعادها بكتير وده قلقهم. سافاجا سألوا بلهجة فيها تحدي: صحيح انت اللي فجرت رزعمهم ببوكس واحد؟ شوتر رد عليه بابتسامة ثقة: ايوه، ولو تحب اوريك عملت كده ازاي مفيش مشكلة. سافاجا ساعتها بدأ يحترمه وبدأ شوتر يحس انه ممكن يكسبه كحليف زي ما كان بيعمل مع كاسينو في ليشا. وبالليل شوتر صحى على نور اخضر طالع من قفازات الارض. ظهرت قدامه ست كبيرة عبارة عن فراشة وقالت له انها الريح الخضراء وهي جزء من قوة انكيل المراقبة، واحدة من التنانين الست العظماء. قالت له ان سهول الغضب خضراء بفضل قوتها، بس في وحوش جاية من الشمال عاوزين يدمروا بيتها ويسرقوا قوتها، وان الوحيد اللي يقدر يحميها اللي معاه قوة انكيديو واللي يا صديقي هو بطلنا. شوتر ساعتها بيوافق والفراشة ادت له اثر مقدسة وقالت له ولي لاولاد القنطورة وهم يساعدوك. شوتر جرى لسافاجا وقال له ان في معبد في الشمال هيتهاجم حالا. سافاجا في الاول صدقه بصعوبة، بس اول ما شاف الاثر المقدس نبرة صوته اتغيرت تماما وبقى بيسمع كلام شوتر كأنه القائد بتاعه. وتاني يوم جيش القنطور اتقدم بالرمح والقوس والنشابة. شوتر استخدم الخريطة الصغيرة كمان بتاعته وصلوا المعبد اللي كان مستحيل حد يلاقيه وسط الغابة ده. بدأت المعركة وسافاجا وجيشه وقفوا يحاربوا الكاسيوس علشان يفتحوا طريق لشوتر يدخل المكان. كارك وكرام كانوا معاه. كارك بقى يفتح الطريق بفاسه ويهرس اي وحش يقرب منه، وفجأة وحش ضخم شبه الخفاش خبط شوتر وقعه من فوق حصانه. كارك جرى عليه وحماه وشوتر فعل مهارة تحت راية الملكة علشان يدي كارك قوة جبارة. كارك قطع صدر الوحش وفجر راسه وقال له خليك ورا يا امير وانا هصدهم هنا. شوتر بعدها بيدخل المكان اللي كانوا جايين والفرش وجهته لشجرة عملاقة في النص. الشجرة طلعت غصن وادته حاجة خلت عينه تبرق: قلب التنين. ده مصدر طاقة جبار ومستحيل حد يشوفه في اللعبة العادية. الفراشة قالت له فعل القوة بتاعت الانكيديا القديمة علشان تحمي السهولة. شوتر قبل التحدي وفجأة انتقل لعالم تاني وشاف التنين انكيلا قدامه. التنين اداله طاقته في المكان كله وطلع شعاع نور، وطلعت جذور شجرة عملاقة من الارض اتحولت لعمالقة خشبة وقعدوا يفرموا في الوحوش برا المكان. الفراشة فرحت وشكرت شوتر بس فجأة خفت ورجعت لورا. لقت ان طاقة انكيلا مش بس بتفعل القوة دي بتدخل جوا جسم شوتر نفسه. شوتر ساعتها كان في حالة شبه غيبوبة وجسمه بدأ يمتص قلب التنين. الفراشة صرخت فيه: وقفه، جسمك مش هيستحمل كل الطاقة ديت. بس شوتر ما كانش سامحها. السيستم كان بيبعت رسائل ورا بعض، الليفل زاد الليفل زاد. جرح في وشه قفل لوحده في ثانية وبقى شوتر في مرحلة تطور مرعبة ومحدش عارف يوصل ليها. السيستم قعد يبعت له تنبيهات ورا بعض بزيادة الليفل وشوتر سمع الصوت تاني بيأمره: اغزو كل اللي حواليك. قلب التنين اندمج مع قلبه في ضوء مذهل، واول ما فتح عينه لقى نفسه حصل على مهارة خارقة. جسد التنين ليفل 1 مهارة كاملة، دم التنين مهارة نشطة، حصانة ضد السموم ليفل 1 فئة ابن التنين ودي بتخليه يقدر يستخدم القوة التنينية الأسطورية. انت دلوقتي بقيت الخليفة للتنين انكيلا. وطلبت منه طلب اخير: احمي سهول الغضب. شوتر ابتسم وقال لها كل حاجة هتبقى تمام. وبره المكان كان في وحش كاسيوس عملاق قطع واحد من العمالقة الخشب نصين وبدأ يرعب القنطورة. شوتر نزل من فوق سطح المكان زي الصقر وواجه الوحش بقبضته الانفجارية، بس جلد الوحش كان سميك جدا لدرجة ان ايد شوتر وجعته من الضربة وهو ما تأثرش. هنا شوتر قرر يجرب مهارته الجديدة، فعل دم التنين وخلى القفازات بتاعته تطلع قوتها الحقيقية. نادى على كاراك وقال له دورك يا بطل. استدعى فارس الملك فظهر كاراك من ظهر الوحش واداله خبطة شتتت انتباهه. وفي اللحظة ديت شوتر نفذ مهارة سرية اسمها المكسب العملاق. بوكس واحد خرم صدر القائد حرفيا. السيستم ساعتها اعلن وقال تم القضاء على الزعيم، وحصل شوتر على لقب صائد الغيلان. شوتر كان هينهار من التعب لان الضربة ديت سحبت كل الاوراق اللي عنده، وعرف ان القفازات لسه فيها اسرار وقوة اكبر بكتير. وبعد المعركة القنطور قعدوا يحتفلوا ويشربوا ماء. شوتر راح للفراشة علشان يسألها شوية اسئلة، بس هي طلبت منه الاول يفك اسرها.
شوتار استغرب، فشرحت له ان امتصاص المنى بتاعت انكيل خلاه يبقى سيدها غصب عنها، ولما سألها ازاي يفك العقد ما عرفش، محدش علمني. الفراشة اتجننت، بس هو طمنها وقال لها خليكي هنا في السهولة علشان تحافظي على خضرها، ولما تقدري تعملي بديل ليكي تعالي ورايا وانضمي الفريق. الفراشة فرحت لانها كانت فاكرة انه هيخليها عندها، وبكده شوتار كسب عقد قوي جدا عالي المستوى. شوتار ساعتها سألها هو انكيل مات امتى وازاي؟ قالت له انا مجرد جزء من قوته، بس اللي فاكراه انه اتقتل من آلاف السنين، والقاتل ما كانش تنين زيه. شوتار استغرب من اللي يقدر يقتل تنين عظيم زي ده. الفراشة قالت له انه كونه سليل لانكيل وكمان مع قوة انكيديو، فده معناه انه يقدر يجمع قوة التنانين الستة لو قدر يوازن بينهما. وفجأة الفراشة طلعت نور ابيض وتغير صوتها وكأنه انكيل نفسه بيتكلم من خلالها وقال رسالة مشفرة: يا فارس الغزوة، سوف تغزو وتحكم كل الخلفاء، هذه هي قوة الملك وستكون لك. ولما شوتار صحى الصبح الفراشة قالت له ان في اثر مقدس تاني لانكيل موجود في اقصى الشمال واسمه هو الدرع المقدس، وحكيت له قصة المحارب القنطور الشجاع اللي كان معاه الدرع ده وما كانش بيتجرح ابدا لدرجة اتقتل غدر وهو نايم. الدرع ده اتدفن معاه في مقبرته والناس سموه على اسم المحاربة وايت سوريا. شوتار عيونه لمعت وعارف الدرع ده من تاريخ اللعبة، ده اقوى درع في اللعبة بالكاملة وما حدش من اللاعبين المحترفين عرف يلاقيه قبل كده. وسألها بحماس وهو مش قادر يستنى المقبرة ديت فين؟ قالت له ان هم لو مشوا لاخر نقطة في شمال سهول الغضب المفروض تلاقيها، بس قالت له لازم الاول اعمل بديل لنفسي هنا، واول ما اخلص كلام معاك هبدأ فورا. سألها ده هياخد وقت قد ايه؟ ردت ان بفضل مساعدته في تفعيل تعويذة الحماية الموضوع هياخد يومين. شوتار كان طاير من الفرح انهم بعد يومين هيتحركوا. المكان كان بعيد في الشمال شوية، بس هو عارف انه مش مستحيل يوصل له، وكان مصمم يروح مهما حصل لانه متأكد ان بوجود درع وغاية سوري الامور هتبقى اسهل بكتير معاه. خرج من المكان وهو بيفكر ازاي هسافر للشمال بحجة انه يدور على باقي وحوش الكاسيوس، بس المشكلة ان قوة الحماية اللي اتفعلت في المكان اكيد قلعة ملك الوحوش رصدها، واكيد هيبعتوا حد متخصص يفتش المكان قريب. لو التقرير اتبعت النهاردة المتخصص ده هيوصل خلال اسبوع، فكان لازم يخلع قبل ما يوصل. وهو بيفكر سافاجة قال له ان في حد وصل من قلعة ملك الوحوش. شوتار اتفاجئ ودخل الخيمة لقى فيليشا، واول ما شافته قالت له مال وشك عامل كده ليه؟ كأنك شفت عفريتة. سألها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له نهد اللعبة كده ونسلم على بعض الاول. وبعدها ظهرت ست تانية وسلمت عليه رسمية، ديت كانت دافينيا بنت ايكو السرية الخامسة للملكة. شوتار كان عارف انها مولودة من عرق الديريا، وكان مصمم يكسب صف واحدة من اخواته غير الشقراء الثلاثة دول بأي ثمن. فيليشا قالت له ان دافيني ديت ممتازة وهتساعدهم في المهمة في انهم يروحوا لسهول الغضب داخل في الموضوع ده. شوتار ما كانش متوقع يقابلها هنا وحاول يسبب انطباع كويس عنه، بس افتكر ان فيليشا كانت مفروض تروح جبال جيشكا علشان تدرس سندال الرعد، بس شوتار خلص مهمته بسرعة فخطتهم اتغيرت. فيليشا همست له كده وقالت له انت لفت الانظار يا بطل، وقالت ان مهمة الكاسيوس ما كانتش صعبة، بس انك تخلصها في يومين بدل اسبوع ده قلب الدنيا، ولو كان حد غيرها اللي جه كان زمانهم بيحققوا معاه او بيتجسسوا عليه. سألها هو ده السبب اللي خلاكي تيجي؟ وشها احمر واعترفت انه مش بس كده، هي كمان كان عندها فضول تعرف سر القوة الا هنا. ولي سلوك الكاسيوس اتغير فجأة. شوتار فيه من ورا الوش البريء بتاعها ده في قلب طيبة وشكرها انها قلقت عليه. شوتار ساعتها بيقول لهم الخطة: هطلع استكشف الشمال اشوف لو في وحوش باقية وادور على وايت سوير. سافاجة اتطوع يروح معاهم كواجب عليه كزعيم للقبيلة، والمفاجأة ان فيليشا كمان صممت تروح معاه وقالت ادرس وحوش صحية احسن ما ادرس جثث. شوتار بيوافق بس كان قلقان لان حوار الوحوش ده كان مجرد حكة، وكرك همس وقال له انا قلبي مش مستريح، الموضوع هيتعقد شكله كده. وبعد كام يوم شافوا الكاسيوس وبدأت المعركة، كرك والقناطور حربهم، وشوتار لقى وحش هيهجم عليه من بعيد. اتضايق لانهم افتكروا انهم قضوا عليهم المرة اللي فاتت، وظهرت وحوش طايرة بتصرخ فاستخدم قوته علشان يخلي جسمه خفيف ويتحرك بسرعة الرياح. الريح الخضراء استغربت وقالت له انت ازاي بتستخدم القوة بتاعتك كده؟ شوتار طار ونفذ قبضة الانفجار وطردهم بعيد، والرياح الخضراء قعدت تندب حظها وتقول انا لازمتي ايه كده بقى؟ وفي الوقت ده دافني كانت محاصرة بالجثث ومرعوبة، وحش نط عليها بس كراك لحق
لحقها وقطع راسه. فيليشا كمان كانت بتحاربه على وقت المغرب المعركة خلصت والجثث كانت مالية المكان. فيليشا قالت لشوتار بص على الهالة البنفسجية الباهتة اللي حوالين الجثث. شوتار لمحها وفليشا شكت انها لعنة بتمتص طاقتهم وتموت المشاعر عندهم وان في حد بيتحكم فيهم. شوتار استغرب، احنا مش قتلنا القائد اللي كان بيمشيهم، مين ده المرة ديت؟ كاراك نبه شوتار ساعتها ان دافاني كانت متوترة طول الحرب وشكلها ديت اول معركة حقيقية تشوفها. دافاني كانت بتتراش وقالت انها حاسة بخوف كبير جدا وان في قوة مشؤومة بتزيد كل ما قربنا من الشمال. الليحة الخضراء ساعتها بتظهر في شكل اللمبة وقالت انها حاسة بطاقة شريرة جاية من الشمال واكيد هي مصدر الهالة البنفسجية ديت. سافاجا اقترح يروحوا برج المراقبة على الحدود الشمالية الاول ووصلوا فعلا للبرج بالليل. وفيليشا شاورت على مكان الطاقة الشريرة، شافوا جيش ضخم حوالي 2000 أو 3000 وقائدهم أكيد ليتش عالي المستوى. دافني ركبها ثابتة، ده جيش من الزومبي وقعدت بقى من الرعب لأنها كنص بشري بتتأثر بالطاقة الوحشة ديت. فيليشا قالت إن قوتهم مش كافية ولازم ينسحبوا، بس فجأة حست بحد جاي ناحيتهم. السيستم طلع تنبيه لشوتار احنا محاصرين. كاراك ساعتها بيشاور على كرة نار طايرة ناحيتهم. شوتار شتم وعرف ان هم فخ وصرخ في الكل اخرجوا من البرج حالا. البرج انهار وفيليشا استخدمت القوة بتاعتها علشان تخلي الكل يطير وينزلوا بسلام. العدو كان مهول وشوتار عرف ان هم محاصرين تماما. فيليشا طلبت منهم وقت علشان تلاقي ثغرة تهرب منهم وشوتار اتأثر وقال لهم هعطلهم على قد ما اقدر. استخدم مهارة تحت راية الملك على القنطور فزادت قوتهم. بدأت الملحمة وشوتار قعد يكسر في الهياكل العظمية بقبضة الانفجار، بس الوحوش كانت بتركب نفسها من تانية. وفجأة السماء نورت بضربات قوية وظهر من وسط الجثث محارب هيكل عظمي عملاق لابس درع وتاجة، ده القائد. سافاجا وكاراك حاولوا يضربوه بس الوحش رماهم بعيد كأنهم لعب أطفال. شوتر نط عليه ونفذ قبضة الانفجار بس صدمة إنها ما تأثرتش فيه خالص والوحش رماه على الأرض. شوتر عرف إن ده ليفل تاني خالص مش هيقدروا عليه. فيليشا قالت لشوتار ارتاح انت، أنا هقوم بالواجب، وراحت هجمت بطاقة جبارة وشعاعين خلوا الوحش ده يصرخ من الوجع. وشوتار كان مبهور بقوة فيليشا وإنها تقدر تواجهه لوحدها. وفجأة شوتار حس بالنور وراه، كانت دافنيا استخدمت القوة بتاعتها علشان تقوي القنطور وكاراكا. وشوتار ساعتها فرح لأن دافني بدأت تستخدم مهارة العرق الخاص بيها والطاقة بدأت تلف حواليه وتنفجر من جسمه. السيستم ساعتها طلع رسالة لشوتار تم تفعيل التعزيز. شوتار كان مستغرب ومش فاهم هو ازاي بيتعلم مهارات جديدة فجأة كده في نص المعركة. ولكن يا أصدقائي هنا بتنتهي حلقة النهاردة. فيا ترى ايه اللي هيحصل لبطلنا؟ ولا هيقدر انه يطلع من الموضوع ده بسلام؟ وهو سر الهيكل العظمي الغريب ده والقوة المشؤومة اللي حاسين بيها ديت ايه سببها؟ شوتار كان طاير من الفرح ان دافني بدأت تقوم بدورها صح في توزيع التعزيزات، والسيستم بعت له تنبيه ان مستوى التعزيز الاول اتفعل. وفجأة الطاقة بدأت تلف حواليه وتنفجر من جسمه. كان مستغرب هو اللي بيتعلم مهارات جديدة بالسرعة ديت في نص المعمعة ديت كلها. والسيستم ساعتها قال له انه كسب مهارة تفتيح الجسد ليفل 1 وديت بتخلي قوة الجسد تسكن جواه وترفع كل قدراته للسماء. شوتار حس بالقدرة بتجري في عروقه زي النار. في اللعبة العادية مستحيل اكتر من روح تسكن شخص واحد في نفس الوقت، بس شوتار دلوقتي جواه طاقة كبيرة جدا وده طبعا بفضل جسم البطل اللي عنده. فيليشا كانت نازلة ضرب في الملك ببوابل من الهجمات بس بدأت تنهج وتتعبه. الوحش هجم عليها فاستخدمت قوة الوميض واختفت وكانت متغاظة منه وبتقول ما تموت بقى يا ابني انت. الوحش كان صايع برضه، توقع انها تظهر ورا ظهره ولفلها بسرعة وده خلاها تتفاجأ وتفقد توازنها. وفي اللحظة ديت كاراك حس بقوة بتجري في جسمه هو كمان بفضل بوب دافنيا وهجم على الملك علشان يسحب عينه من على فيليشا. شوتار ظهر فجأة جنب فيليشا وقال لها عاش يا بطلة سيبي لي بقى الطلعة الأخيرة ديت، وهجم بقبضة الانفجار ووقع الملك ده على الأرض. كاراك فرح وافتكر ان هم خلاص كسبوا وشوتار قعد يتريق عليه ويقول له شفت بوكسي عمل فيه ايه. كاراك فهم ان شوتار عاوز ينهي الليلة فهجم تاني علشان يقطع راس الوحش بس
فجأة طلع نور بنفسجي غريب من الوحش وبلع كاراك جواه. شوتار قلق عليه والنور ده نزل عليهم هم كمان. الملك بدأ يقرب من شوتار وهو مرمية، وفيليشا كانت هتموت من الرعب عليها. وعلى الجانب الآخر من الغابة الريح الخضراء كانت بتلف زي المجنونة بتدور على حاجة لحد ما لقيت مقبرة قديمة. ديت مقبرة المحارب الأسطورية. الملك اللي كانوا بيقتلوه كان خلاص هيذبح شوتار، بس فيليشا صرخت فيها: انت بتستهبل؟ بتبص بعيد وانا واقفة قدامك. وضربة قوية الوحش لفلها واختفى فجأة، وظهر ورا ظهرها زي ما هي بتعمل بالظبط وضربها بسيفه، بس هي لحقت نفسها وعملت درع حماية. والوحش قعد يضغط عليها لحد ما نزلها في الأرض، والوحوش التانية حصروها. وفي اللحظة ديت شوتار وهو مغمى عليه سمع صوت الرياح الخضراء بتقول له: فوقك يا بطل، مش وقت النوم خالص، لازم تصحى. قول أنكيل دلوقتي. أصحيها ازاي؟ أنا معرفش. الطاقة نورت وقالت له: افتكر انت عارف الإجابة جوا. شوتار فتح عينه وصرخ: دم التنين. فجأة نيزك أخضر ضرب المكان، وفيليشا وهي بتحارب لقت النور الأخضر ده بيمسح الوحوش اللي حواليها في خبطة واحدة. بصت لشوتار لقت النور بيقوى جواه، وفجأة ضرع وايت سوري الأسطوري ظهر قدامه. الرياح شرحت له إنها دلوقتي وقت معركة، وراحت تدور على المقبرة، ورغم إنها كانت مخاطرة جدا إنها تسيبه لوحده، بس لقت الدرع وخلته يعترف بشوتار كسيد جديد ليه. شوتار ابتسم بس الجسد قال له: أجل الشكر دلوقتي، قدامنا مصيبة لازم نخلصها. الملك هجم ضرب شوتار خلاه يطير في الهوا ساعتها، ولو الضربة ديت كانت لمسته كان مات فورا. بس شوتار اتوازن في الهوا وشاف الوحش بيجهز ضربة نار جبارة من بقه. الوحش ضرب النار وفيليشا صرخته، بس شوتار وقف مكانه والدرع طلع نور جبارة حمل كله. الجسد قالت له: جسمك دلوقتي بقى ابن تنينة، وقوة أنكيل اللي بقالها 5000 سنة جوه الدرع بقت ملكك. قفازات الأرض بدأت تتفاعل مع الدرع، وشوتار رد بضحكة شريرة: أنا حاسس بقوة مش طبيعية. شوتار ثبت الملك وقال له: خليك عايش الدور شوية كمان علشان المرة دي همسحك من الوجود. رمى الدرع وايت سوري كتجربة. الدرع بقى يطير ويخبط في الوحوش زي كرة البينج بونج. فيليشيا ما كانتش مصدقة عينيها. الوحش اتجنن وهجم عليه ساعتها، بس شوتار ظهر وراه واداله بوكس المكبس العملاق في بطنه خلاه يتلوى من الوجع، وبعدين شاور بايده والدرع نزل زي الصاعقة على راس الملك هرسها هرسنة. واول ما راسه اتفرمت طلعت هالة بنفسجية، وباقي الهياكل العظمية اتجمدوا مكانهما وانفجروا كلهم مرة واحدة. سيستم نطق: تم القضاء على الزعيم فالكوبيا. هو اللي في الزادة طبعا. شوتار قعد يضحك عليه ويقول له: عامل لي فيها ملك وانت فاشل، وخد لقب قاتل الملوك الليفل واحدة. المعركة خلصت واللعنة اتشالت. وهم قاعدين في المعسكر فيليشا كانت مبهورة بالدرع، وإسا فجأة قال إن الأسطورة طلعت حقيقية. دافني قالت إن الدرع لسه مخبي طاقة أكبر بكتير، وشوتار فهم إن الدرع بيقلل قوته علشان يناسب الليفل اللي هو فيه زي القفازات بالظبط يعني. فيليشا قالت له: الدرع ده بتاعك وانا مش هبلغ الملك عنه، خليه معاك. سافجأ قال له: من النهارده انت خليفة المحارب العظيم، ولو صفرت بس هنيجي نحارب معاك. شوتار شكر الرياح الخضراء وطبطب على راسها، وهي اتكسفت وقالت له: هسامحك المرة ديت بس علشان طبطبت عليا. بس شوتار كان لسه قلقان، هل فعلا فالكوبيا وهو اللي كان ورا الطاقة البنفسجية ديت؟ هو ازاي عرف سر المكان؟ الموضوع لسه وراه سر كبير. وبعد اسبوع من تنظيف المنطقة رجعوا لقلعة ملك الوحوش. فيليشا لاحظت ان شوتار بقى اقوى بكتير، وهو رد عليها ببساطة: انا في مرحلة بلوغ يا ستي، طبيعي اكبر بسرعة. ولما وصلوا القلعة طبعا الكل جرى على فيليشا يرحب بيها، وشوتار وقف لوحده كالعادة. كارك قال له: الحال ما بيتغيرش هنا، بس المرة ديت في حاجة مختلفة. بدأت عيون البنات تراقبهم. شوتار عرف ان هم تبع اناستازيا الملكة الرابعة، وديت اخطر واحدة وليها اكبر نفوذ. شوتار قال لكراك: اتعود على النظرات ديت، لاننا من هنا ورايح هنبقى في نص المدعكة. راح شوتار لمكتب الانجازات بعدها، وايزابيل قالت له: مبروك، ليفل انجازاتك وصل 10 ومرتبك الشهري نط ل 900 قطعة ذهبية. وبعد ما ليفله زاد ووصل ل10 الدنيا اتدفعت معاه، بقى ليه حق يدخل منشآت اكتر في القلعة، والاهم انه بقى مسموح له يدخل خزانة الكنوز الاولى. شوتار قال ان ديت فرصة اصرف شوية ذهب، وراح لإيغورا المسؤول عن المخزنة. شوتار خد كارك معاه وقال له: نقي اللي انت عاوزه يا بطل، كل ما كنت اقوى هتسندني اكتر. كارك ما كانش مصدق نفسه وهيص في المخزنة، وشوتار نقل نفسه درع خرافية بتصد كل الهجمات القوية من نار ورعد وإلخ، والاهم انها خفيفة علشان ما
الطلب ووصى حركته في قبضة الوحوش، والأهم إنها خفيفة. وبعدين راح لكادور الحداد وطلب منه واقية للرجل، لأن فن القتال بتاعه بيعتمد على حركة الرجل كتير. وكادور الحداد اقترح عليه يصنع له الوقادات من جلد وحراشي في التنين. شوتر ضحك وقال له انت بتهزر، اجيب منين خامات نادرة زي ديت؟ الحداد قال له يا عم ديت واصلة باسمك هنا بطلب من اللورد ايشغارد. شوتر اتصدم، ايشغارد ده اعظم سياف في عالم الوحوش وسيد علق الأسارة، وهو اللي علم ميترال ملك الوحوش نفسه فنون السيف. كاراك استغرب وسأله هو الراجل الأسطورة ده بيساعدك ليه؟ شوتر رد بصدق والله ما اعرفه، وفي اللعبة الأصلية عرق الأسارة عمرهم ما ساعدوا حد، فاستنتج ان يمكن ملك الوحوش لما بدأ يهتم بيه اشغارد قرر هو كمان يرمي شبكته. وفجأة جاله مراسلة وهو بينهج في حفلة استقبال بكرة في القاعة الملكية. شوتر سأله مين اللي جاي؟ المراسل قال له ان الحفلة علشان تكريم ابطال سهول الخطب هو وفيليشا، وكمان علشان استقبال الامير التاني زيفير اللي لسه رجع. واول ما شوتر سمع الاسم وشه قلب الوان، خوف على غضب على رعب. زيفير ده في قصة اللعبة هو اقوى وحش، وهو في المستقبل اللي هيذبح الكل ويقتل شوتر بايده. كاراك لاحظ ان ايد شوتر كانت بتتراش من التوتر، ولكن مش بنعرف اللي حصل. وتاني يوم فيليشا دخلت عليه وهي لابسه فستان اسود يجنن، وقالت له ما تخافش انت انجازاتك مش قليله، جمد قلبك وادخل القاعه. دخلوا القاعه وفعلا ظهر زيفير بهيبته المرعبه. شوتر حاول يتماسك قدام والده ملك الوحوش، والسيستم قعد يعرض انجازات زيفير اللي كانت خرافيه طبعا، وبعدين انجازات شوتر وفيليشا. ملك الوحوش نادى على شوتر ساعتها وقال له ليك مهمه خاصه عندي. الكل تنحى لان ديت اول مره الملك يهدي مهمه لشوتر بنفسه. المهمه هي استكشاف حصن ساندور في مملكه الاقزام. شوتر كان عارف المكان ده من اللعبه، ده حصن قديم للاقزام اللي كانوا بيصطادوا التنانين. المهمه ديت اصلا كانت لجنرال قوي من عركه داركول، ومات هناك هو وفريقه بسبب غاز سامه. فيليشا اتضايقت وقالت انت زعلت باباك في حاجه؟ المهمه ديت انتحاريه ومفروض زيفر هو اللي يشيلها، وصممت انها تروح معاه هي ودافني وفريقهم كلهم. شوتر وافق انهم يروحوا مع بعض، بس كان في دماغه حاجه تانية خالص. حصن ساندور ده مشهور في اللعبه انه منجم كنوز مليان اسلحه اسطوريه وقعت وقت الحروب مع التنانين، والاهم من كل ده الحصن فيه سلاح شوتر السيف الاسطوريه محتاجه علشان يقابل زيفير اللي بيجري في دمه ودم تنين، والسيف الاسطوري ده هو الوحيد اللي يقدر يخلص بيه على زيفير. وبدات الرحله. الفريق كان من شوتر اللي جهز نفسه لبس الوقايات الجديده اللي عملها من حرافش التنين، وفليشا وكاراك وكرام ودفني والف بشعر اسود دخلوا الكهف وبدا الضباب يتقلى. فيليشا قال ان ده غاز سام بس تقيل زياده عن اللزوم. فجاه الضباب لونه اتغير وبقى اصفر غريب. كاراك وكرام وقعوا على الارض وهما بيتألموا. فيليشا حاولت تستخدم قوه الرياح علشان تطرد الغاز بعيده، بس اول ما قوتها لمست الغاز حصل انفجار جبار والغاز زاد اكتر. الكل وقع فاقد الوعي، والوحوش بدات تطلع من الضلمه وبتقرب من الاجسام المرميه وهي بتزمجر بالانتصار. الوحوش كانت فاكره ان الليله خلصت، بس فجاه سمعوا صوت حد بيتكلم وبيقول لهم يعني انتم بقى الجناء اللي عملوا كل ده؟ شوتر ما كانش هو الوحيد اللي فاقد الوعي، كان بيمثل انه وقع علشان يجرهم ان هم يظهروا، وبفضل دم التنين اللي كان عنده مناعه ضد السموم والغاز. الوحوش الغبيه كانت فاكره ان شوتر وقع ومات من السم، وما كانش يعرفوا ان الرياح الخضراء والدرع الاسطوري وغاية سوري مستنيهم من وراهم. الدرع لف كانه مروحه وقطعهم نصفين في ثواني. الجسد قالت له والله يا سيدي تمثيلك انك تغمى عليك ده كان مقنع جدا. رد عليها بحده اخرسي خالص. الدرع كمل تقطيع في البقيه، والوحوش كانت بتصرخ وهي بتتقسم نصين، وبعدين الدرع رجع لايد شوتر بمنتهى الهدوء. الحقيقه ان السم كان تقيل فعلا، بس شوتر عنده مناعه ليفل الواحد بفضل جسم البطل اللي وصل لليفل 2، وده اللي انقذ حياته. فجاه السقف بدا يتشقق وينهار ورا شوتر. قال هم اولاد الايدولات مش هيخلصوا من حيالهم بقى ولا ايه؟ طلب من الجسم انها تحمي باقي الفريق، وقرر يخلع بيهم بسرعه قبل ما الكهف يقع فوق دماغهم. فعل مهاره دم التنين علشان يقدر يشيل فيليشا والالف في نفس الوقت، وجرى بيهم لحد ما دخل الحصن بتاع ساندورا. الجسد قال له انجز يا معلم الوضع مش طبيعي. رجع تاني وشال دفني وكرام وقال لي كراك استناني دقيقه وجاي لك. جرى باقصى سرعه لدرجه ان الارض تحت رجليه كانت بتتشقق من قوه الدفعه. حطهم جنب الباقيين بس فجاه سمعوا صوت هبده جباره. الباب اتسد تماما بالصخور. شوتر وشه بيض ونادى على كراك بهستيريا، بس الجسد قال له اهدى يا بطل
بطل افتكر القوة اللي استعملها في السهولة، وافتكر مهارة فارس الملك واستدعى كاراك اللي طلع راسه الأولى من فجوة زمنية وبعدين جسمه كله وقع على الأرض. شوتار اطمن إنه سليم بس قعد يفكر إيه الوحوش السوداء الغريبة ديت ما كانتش موجودة في اللعبة الأصلية. بدأ شوتار بعدها يفوق فريقه ويديهم ترياق للسم، وأول ما فيليشا فاقت وشافت الجثث حواليهم سألته إيه اللي حصل، قال لها ببرود ولا حاجة بسيطة، وبدأوا الهجوم الشامل على الحصن. علشان يوصلوا لغرفة التحكم كان قدامهم طريقين، واحد طويل وآمن والتاني مختصر بس مليان فخاخ تموت. فجأة سمعوا صوت إنذار، الإلف قالت ده معناه إن في حد بيهاجم أهم حتة في الحصن. شوتر عرف إن مفيش وقت للدلع وزق كاراك قدامه وقال له ارفع درعك وامشي قدامي، وثق فيا مش هيحصل لك حاجة. كاراك المسكين جرب كل أنواع العذاب، تماثيل تنين نفخت عليه نار والدرع صده، حفر فيها حاجات كانت هتقع عليه وصرخ من الرعب، ورماح بتطلع من الحيطان. لكن في الآخر وصلوا لغرفة التحكم وكاراك كان ميت من النهجة وخلاص ما عادش قادر يتنفس، وشوتر قعد يطبل له ويقول له عاش عليك يا بطل، لولاك ما كناش وصلنا بسرعة. دخلوا بعدها لغرفة التحكم لقوا الدنيا متبهدلة. شوتر لمح هيكل عظمي لآخر حاكم للمدينة وهو لابس مفتاح في رقبته، استخدموا المفتاح وشغلوا جهاز غريب طلع شاشة هولوغرام، تكنولوجيا متطورة جدا للأقسام. دافني شافت شاشة بتعرض معركة تانية وحوش الغرغورة، وفجأة كاراك صرخ بصوا في تنين هناك. شوتر بص بعينه اللي برقته، شاف التنين الأسطوري بارتيانا وهو ميت ومغروس في صدره الرمح الأسطوري أسكالون. القصة زمان كانت بتقول إن التنين بارستنان كان أكتر واحد طماع وشرير وحارب الأقزام، ودخل الحصن بغرور بس أقوى محارب قزم استغل الفرصة ورشق رمح قاتل التنانين في قلبه. الحصن بقى مقبرة جماعية للتنانين والأقزام مع بعض، وفيليشا قالت إن الوحوش السوداء أكيد تعوز الرمح ده واقترحت يستنوا لما الطرفين يخلصوا على بعض، بس شوتار رفض وقرر يغامر. أنا هروح أخده دلوقتي، لو استنينا ممكن نخسر كل حاجة. جرى شوتار لساحة المعركة وفجأة ظهر وراه غلم إنسان آلي قزم جبار وخبط الأرض خلى شوتار يطير منها. الفراشة ساعدته في التوقيت الصح، وصل قدام الرمح أسكالون. ساعتها كان شكله يخطف العين ومنور بضوء ذهبي، حاول يشده بس الرمح كان تقيل جدا وما بيتحركش، وفي لحظة يأس شوتار عمل حركة مجنونة، رمى كل نقاط التطور اللي معاه في خانة القوة وفضل يصرخ ويشد بكل ما أوتي من عزيمة لحد ما الرمح طلع في إيده وصاروخ من الضوء الذهبي ضرب في السماء ونور المكان بالكامل. بعد إيجاد بطلنا شوتار للرمح الأسطوري ومحاولة شده من الأرض، وأول ما شوتار شد الرمح أسكالون نور ذهبي جبار في السماء وعمى عيون الوحوش السوداء. فيليشا والفريق بقهم اتفتح من الصدمة، بس يا فرحة ما تمت. فجأة التنين الميت بارستينان قام من تانية وظهر شخص غامض لابس زعبوط واستخدم قوته علشان يحرك جثة التنين ويتحكم فيها. شوتار اتجنن، ده ميت من مئات السنين، ايه اللي قومه دلوقتي؟ الشخص الغامض بدأ يوجه التنين، وفجأة التنين جمع طاقة بنفسجية مرعبة ببقه وضرب نفس التنين اللي دمر كل حاجة في طريقه وفتح خرم في حيطان الحصن كأنها ورقة. شوتار وفريقه هربوا بأعجوبة وكاراك كان مرعوب وبيقول انت مش قلت ان هو لسه مش كامل؟ امال لو كامل هيعمل فين ايه؟ شوتار اعتذر وقال له والله ما كنت فاكر انه بالقوة ديت. فجأة الغلم القزم هجم على التنين بمطرقته وبدأوا يضربوا في بعض. شوتار ما كانش فاهم هما ليه بيحاربوا بعض، بس عارف ان ده الوقت الصح علشان يخلصوا على التنين وهو لسه نايم والقوة بتاعته لسه مش قادر يسيطر عليها. الرمح اسكالون بدأ ينور في ايد شوتار ساعتها وكلمات ذهبية لفت حوالين الرمح وايد شوتار، وفجأة شكل الرمح اتغير وبقى شبه الشنيور. شوتار ساعتها بيطلب من فيليشا تشتت انتباه التنين وهي بدأت تمطر عليه كرة نار خلت التنين يهيج. شوتار حاول يتسلل من ورا بس التنين خبط بديله رمى لآخر القاعة. شوتار اتضايق من نفسه وحس ان هو اتسرع والتنين قرب منه يخلص عليه، بس الغلام القزم دخل في الوقت الصح وصد مخالب التنين وضربه بصواعق رعدية. فيليشا جرت على شوتار تعالجه وهي بتزعق له لازم ننسحب ده مش ليفلنا، بس شوتار صمم كل ما اتأخرنا هيبقى أقوى لازم ننهيها دلوقتي. ركب الدرع كأنه سيرف بورد وطار في نص المعركة. فيليشا ضربت نار تانية علشان تعمل التنين وشوتار استغل الفرصة ديت
مات وجرى من تحت التنين وانفعل دم التنين، وبحركة زي اللي عملها البطل الأسطوري زمان شوتار رشق الرمح في قلب التنين من تحته وفجر طاقة جبارة سماها المكبس العملاقة. التنين صرخ صرخات الموت وانفجر من جوه ووقع ميت تماما، والسيستم بعت تنبيه: مبروك قتلت الزومبي التنين واخدت لقب قاتل التنانين. الشخص الغامض أبو زعبوط ظهر وقال ببرودة: مش مصدق انك قتلته، حساباتي غلط، كان المفروض الامير التاني زفير هو اللي يجي. ورفع رمح بنيران زرقاء وضرب شوتار علشان يخلص عليه. شوتار غمض عينه واستعد للموت ساعتها، والنار الزرقاء دمرت الحصن بالكامل. ولما الدخان هدى شوتار فتح عينه لقى نفسه سليمة، والراجل ابو زعبوط اتقص نصين ووقع ميت. وفجأة ظهر شخص هيبته تهد جبال: ايشا غارد سيد السيوف. شوتار ما كانش مصدق، ده الشخص اللي علم ملك الوحوش السيف وما بيظهرش غير في خلفية القصة بس، عمره ما ظهر في اللعبة الأصلية حتى لما زفير بقى هو الملك. وإيشغارد بص لفيليشا وضحك وقال: شايلها في الهوا كأنها عيلة صغيرة وقعد يتريق عليها: كبرت يا شبر ونص زمان كنت عيلة بتعيط. فيليشا كانت هتموت من الكسوف وبتقول له: نزلني يا جدو. وبعدين بصت له شوتار وقالت له: عجبك جليد التنين اللي بعته لك؟ شوتار شكر وعرفه ان الدرع اللي هو لابسه هو اللي كان عامله له. فجأة جثة الراجل ابو زعبوط بدأت تنور وانفجرت، وإيشغارد عمل حماية كبيرة للفريق كله. شوتار بدأ يربط الخيوط ببعضها وفهم اللعبة. الوحوش ديت والراجل ده ما كانش هدفهم الرمح اسكالون، هدفهم كان الامير التاني زفير. قال لفيليشا هم قتلوا الجنرال كاشبال من نص شهر علشان يجرجروا زفير للمهمة ديت ويختلوه هنا، بس حظهم الفقر ان انا اللي جيت. فيليشا اتصدمت من دقة الخطة، والوحوش انتحروا علشان ما يسيبوش وراهم اي معلومات. إيشغارد ضحك وقال: تحليلك ممتع. فيليشا سألته: وانت ايه اللي جابك هنا يا جدو؟ رد بمنتهى الصراحة: ملك الوحوش مهتم جدا بالامير التاسع شوتار، فانا جيت بنفسي اشوف ايه الحكاية واعاين البضاعة اللي جاية. شوتار ساعتها كان واقف مذهولة. إيشغارد بنفسه جاي يعيني. قال بوضوح: ملك الوحوش ما بيتحركش من غير سبب، ولما عمل الحركة الغريبة ديت في حفلة الاستقبال كان قاصد حاجة، ودلوقتي لما شفتك عرفت هو بيفكر فيا. فجأة الجو اتغير وإيشغارد قال: تحب تتعلم مني؟ إيشغارد وضح انه مش هيخليه تلميذه رسمي لان مش في وضع يسمح ليه بكده، بس لاحظ ان شوتار جسمه فيه طاقة مختلطة كتير غير قبضة الوحوش، والغريب ان الطاقة ديت مش بتضرب بعض، لا ديت متعايشة مع بعض بمنتهى التناغم. إيشغارد قال: انا مهتم بيك وعاوز اديك شوية من خبرتي. وطبعا شوتار ما وافقش، بس ده طار من الفرحة لان ده عرض ما يحصلش عليه غير ملك الوحوش نفسه. إيشغارد حط ايده على كتف شوتار وفجأة جسمه طلع نور ذهبي مرعب. ديت كانت اورا سيد السيف. شوتار غمض عينه وحس بالطاقة بتملى كل ركن في جسمه، والسيستم بدأ يضرب تنبيهات ورا بعض. اكتسبت تقنية تدريب اسوار ليفل 11 بانواعها. إيشغارد استغرب من سرعة استيعابها، وفجأة الطاقة الذهبية والخضراء خبطوا في بعض وحصل انفجار نور حمل كله. تقنية اسوار وقبضة الوحوش اندمجوا مع بعض في انسجام تام. جسم البطل زاد ومناعة السموم وصلت لمرحلة انها تقرب تبقى مناعة ضد 1000 سم. والاهم هي مهارة قبضة الوحوش اللي بقت من الرتبة السادسة. ديت رتبة ما بيوصلهاش في اللعبة غير سيف البطل لوكا. إيشغارد اتصدم وقال له: انت طلعت اخطر مما تخيلت، ونصحه لخلي الموضوع سر علشان كفاية العيون اللي عليه في القصر. وبعد ما خلصهم شوتار اقترح ياخدوا جثة التنين باراستينان كلها ويقسموها بينهم. فيليشا استغربت، بس إيشغارد بقى زقهم زقة تانية وقال لهم: مادام معاك خادمة نظيفة كده روح لواحد صاحبي اسمه أميدا. شوتار اول ما سمع الاسم ده صرخ: إيميدا أغناسيا اعظم حداد في عالم الوحوش. إيشغارد استغرب انه عرف لان إيميدا ده شخص غامض جدا ومقابلته في اللعبة محتاجة حظ يكسر الصخور. إيشغارد قال هو ساكن فين دلوقتي؟ غابة العناكب. وقال له: قول له بس اسمي وهو هيقابلك. دخلوا المكتبة وفيليشا كانت في قمة سعادتها بين الكتب والآثار. شوتار وهو بيدور وقع تحت ايده لوحة حجرية قديمة شاف فيها ست ومعاها 6 تنانين عظماء. شوتار ركبه خبطت في بعض لما عرف الست ديت كونسيتا اللي شافها في الحلم، واستغرب ايه اللي جابها في لوحة من آلاف السنين. الريح الخضراء لقيت له كتاب عن التنين العظيم ساعتها كالاين. الكتاب بيقول ان تنين جليدي محروق ولقى مكانه على الخريطة في بحيرة الشمس. اكتشف ان المكان ده قريب جدا من سكن الحدود واللي فيه إيميدا. شوتار بقى رسم الخريطة: هنروح لإيميدا نعمل أسلحة أسطورية وفي الطريق نصطاد كالاين وناخد درعه.
بسرعة. قعدوا 4 أيام في الحصن، فيليشا بقى ما خرجتش من المكتبة، وكاراك اتطور جدا وبقى رتبته قائد كتيبة وبقى وحش في القتال. وتاني يوم الصبح فيليشا بعتت التقرير للقلعة بإن موت الجنرال كان فخ لزفر. شوتار كان واقف والشمس طالعة وجاهز يمشي، بس فيليشا وقفته وقالت له اصبر يا عم لسه في بلاوي هنا ما شفناهاش. شوتار رفض يقعد دقيقة زيادة في الحصن لأن إشغار ده قال له لازم تلاقي الحداد إيميدا بسرعة قبل ما يغادر مكانه. ركبوا العربية وكاراك هو اللي بقى السواق. شوتار وهو في طريقه بص وراه وحس انه كسب كتير قوي من المهمة ديت رغم المخاطرة اللي كانت فيها، وكان متشوق يشوف ردة فعل كاتلين لما تشوف قوة قبضة السورة الإمبراطورية. وفي نفس الوقت ده زيفر الأمير الثاني استلم التحقيق علشان يعرف مين اللي كان عاوز يغتاله، ودخل المكتبة وشاف نفس اللوحة الحجرية اللي شافها شوتار. عرف منها صورة المجاعة والموت والحرب، بس ما كانش عارف الست اللي في النص ديت مين اللي هي كونيكس. وفي مكان تاني خالص بركان سيرة قابلت الست ديت تنين وقالت له ابدأوا ونادوا بفارس الغزوة. شوتار طول الطريق كان بيتدرب بطريقة غريبة، بيطلق سهم نار صغير في ايده والسهم بيلف ويحرقه هو شخصيا. كاراك كان هيتجنن من المنظر وخايف عليه، بس فيليشا قالت له سيبه هو بقى تمام وقدراته بتتطور. شوتار كان بيعمل كده علشان يعلي الليفل بتاع التحكم في المانا وكمان العلاج بتاعه يزيد، وكان متحمس جدا رغم الحروق اللي في جسده. وعلشان يوصلوا لغابة العناكب بسرعة الحرس وقفوا العربية وقالوا الطريق مقفول لأسباب ملكية. فيليشا اتضايقت ونزلوا من العربية، ولما الحرس سألها انت فاكرة نفسك ملكة ردت ببرود ايوه. وبعد شز وحسب الحراس عرفوا انها اميرة بجد، وانتهى بيهم الحال نازلين وايدهم مرفوعة لفوق كعقابة. كيتلين وكريس ظهروا كانوا مستغربين وجود شوتار وفليشا هناك. كريس سأل شوتار ايه اللي عملته في قلعة ملك الوحوش وخلاهم يقلبوا الدنيا عليك. شوتار قال له تعال اوريك. وفي مبارزة سريعة شوتار استخدم قبضة السورة الامبراطورية ضد كيتلين، وحصل انفجار جبار شقق الارض وكسر الشجرة. كيريس وكيتلين انزعلوا ان شوتار دمج فن قبضة الوحوش مع تعليم سيد السيف، وكريس حس بفخر من سرعة تطور شوتار وقرر انه لازم يتدرب اكتر علشان ما يتأخرش عنه. دخلوا الخيمة وكريس قال لهم سر خطير، في سجين هرب من البرج الرمادي، اخطر سجين للمستذئبين. جيرادا ده كان زمان اقوى محارب وكان المفروض يمسك المكان، بس اتجنن بسبب بحثه عن القوة واستخدم اساليب هرطقية وذبح مئات المستذئبين قبل ما يحبسوه من 20 سنة. كيريس قال انه هرب ناحية الشرق، بس شوتار شك في الموضوع خصوصا ان جيرادا فقد نص المانا بتاعته محتاج يرجعها، ولكن مش بنعرف هما بيقولوا ايه. وبيجي الليل وشوتار شاف كابوس في كونيكس وهي بتشاور على خرم اسود في فامينا. صحى وهو بينهج وفجأة كاراك دخل عليه بيصرخ في عدو دخل المعسكر. الراجل كان بيقتل الجنود بايده بيرش طاقة سوداء غريبة. شوتار عرفه فورا من الوصف ده جيرادا اللي كنا بنتكلم عليه. شوتار سأل كيتلين وكريس جيرادا ايه اللي جابه هنا وهو المفروض هرب للشرق. كيتلين بقى اعترفت ان هم جايين اصلا علشان عشبة ضوء القمر، وديت عشبة نادرة بتطلع كل 100 سنة وليها قدرات خرافية على العلاج وارجاع القوة. وجيرادا جه هنا علشان يسرق العشبة ويرجع قوته اللي فقدها من زمان. المعسكر اتحول لساحة حرب. فيليشا كانت تعبانة وبتحاول تصد جيراد بجدار نار، بس هو اخترق النار وقرب يقتلها. وفي لحظة أخيرة شوتار حدف درعه وصد الهجوم وأنقذها. كيتلين وكريس هجموا على خلهما، بس هو سخر منهم وبضربة واحدة طير كيتلين في الهواء. كريس جرى يلحق أخته في اللحظة ديت. جيراك مسك عسكري مستذئب من رقبته وشفط طاقته بالكاملة. الدخان الأسود طلع من جثة العسكري وعينه بقت سودة تماما. شوتار في اللحظة ديت جاله رعشة في جسمه وعرف الحقيقة المرعبة. الطاقة السوداء ديت هي طاقة المجاعة. وأول ما جيراك خلص على المعسكري المسكين العسكري اختفى تماما كأن الأرض بلعته. جيراك ضرب قبضة إيده في الأرض وشققها وطير كريس من مكانه. وبعدين الدخان الأسمر هجم على كريس ولبس فيها. شوتار ما كانش مصدقه، جيراك في اللعبة ما كانش بالقوة ديت خالص، ده المفروض جسمه بايظ من السجن، بس واضح ان طاقة المجاعة نفخت فيه القوة من جديد. جيراك لمح ان شوتار سرحان قام شخط فيه ومسكه من زوره. شوتار كان بيقاوم بكل قوته، بس جيراك غطاه بالدخان الأسود وقال له في ودانه ببرود اشرب يا حبيبي لحد ما تنشفى. وفي اللحظة ديت كيريس هجم من ورا وخلى جيراك يسيب شوتار اللي كان بيموت من الجوع. كيريس ولع طاقة زرقاء وهجم على جيراك بكل غله، والأرض كانت بتتهز تحتهم. جيراك قعد يتريق عليه ويقول له ده انت حتى ما سلمتش على خالك يا ولد انت. كيريس رد عليه
عليه بزعيقة: جيراك مات من 20 سنة، انت مجرد مجرم هربان. شوتار طلع خنجر ذهبي وفعل مهارة تحت راية الملكة على كريس وكيتلين، وفجأة كريس حس بقوة جبارة، وكيتلين ظهرت من ورا جيراك وادت له بوكس محترم خليته يقويه. المعركة بقت سريعة جدا لدرجة ان فليشة ما كانتش شايفة غير خطوط نور، وشوتار طمنها. كريس وكيتلين بيقطعوها. جيراي لما لقى اللعبة بقت تقيلة قرر يقلب ذئب بجد، طلع له مخالب مرعبة ومسك كيتلين من راسها ورزعها في الارض، وبعدين طير كريس وسط الشجر بألم قاتلة. شوتار صد هجوم جيراك بالدرع وايت سورة، واستدعى كاراك بالتعويذة بتاعته، جمع طاقته الذهبية وضرب ضربة البوكس العملاقة، بس جيراك استحمل ضربته ديته ورد بضربة قبضة ذئب البرارية، ودي ضربة سرية طيرت شوتار بعيد وخليته يكح دمه. جيراي كان ماشي علشان يخلص عليه، بس شوتار فجأة وقف وقام ورد له نفس الضربة السرية بتاعته بالظبط. السيستم طلع تنبيه: مبروك اتعلمت فن قبضة الوحوش السرية، حركة الذئب. شوتار فضل يديله بوكسات ورا بعض بنيران متفجرة لحد ما جيراي طلع دخان اسود وهرب في الزحمة، بس فليشة قالت ان حالة كيتلين ضيعة خالصة والقوة بتاعتها بدأت تنفذ. شوتار نفسه كان جسمه متدمر، بس فكر في كيتلين الاول. كيريس ظهر ومعاه علبة فيها عشب ضوء القمر، ودي عشبة بتطلع كل 100 سنة زي ما قلنا، وفليشة قسمت العشبة نصين وحطتها في بق شوتار وكيتلين، وهنا حصلت المعجزة. جسم شوتار طار في الهواء ونور ذهبي طلع للسماء. الأسطورة بتقول ان ملك الذئاب زمان لما اكل العشبة ديت، العشبة بقت قلب جديد ليه ومنحته قوة أسطورية، والأسطورة دي اتحققت في شوتار، ورغم انه مش من فصيلة الذئاب بس جسمه استجاب للعشبة وبقى عنده قلبين أورا. شوتار صحى بعد 4 أيام من الحادثة ديت ولقى نفسه في سرير فخم وجنبه كيتلين. دخلت عليهم 6 هيبتها تخوفه، ديت الملكة إيلينا أم كريس وكيتلين، وشكرته ببرود الملكة وقالت له: انت انقذت ولادي، ارد لك الجميل الزاهية. وبعدين سألته سؤال مباغت: ناوي انت تبقى ملك الوحوش القادمة؟ شوتار اتلخبط، بس هي قالت له: فكر كويس، ظروفك اتغيرت وكل اختيار هتعمله دلوقتي هيفرق معاك. الرياح الخضراء وضحت لشوتار انه دلوقتي مرتبط بكيتلين بسبب العشبة، ولو مسك ايديها هيحس بطاقة مرعبة بتجري في جسمه، وده اللي حصل بالفعل. وفي الممر كيريس قالت لهم ان هم لقوا نص جيراك بس لسه بيدوروا عليه علشان يتأكدوا ان هو غار في داهية. وبعدين كيريس قال: بصراحة انا قوتي على قدها وما اقدرش اسد مع الامير الاول بايكالا ولا الامير الثاني زيفير، بس انا مؤمن ان انت الوحيد اللي تقدر تسبقهم كلهم وتبقى كمان ملك الوحوش القادمة. كيريس كمل كلامه مع شوتار وقال له: انت عندك اللي مش عند اي حد، انت تقدر تخلي الاجناس التانية تحبك وتدعمك، ومعك كمان سيد السيف، ولو كملت انجازاتك ديت ممكن حتى كل القبائل المسجونة ياخدوا عفو ويبقوا تحت رايتك. شوتار هنا فهم ليه ما شافش ولا واحد من القبائل ديت طول الفترة اللي فاتت، وقعد يفكر هم عملوا ايه علشان يتحبسوا كده. كيريس قال له: انا مش عاوزك تقرر دلوقتي، بس فكر في الموضوع، لان في فرق كبير بين انك تحط فكرة انك تبقى ملك الوحوش في دماغك وان انت تعيش من غير اي هدف. شوتار فضل باصص من الشباك وبيفكر في طريقه للقوة المرعبة ديت، وفي نفس الوقت ده الملكة إيلين كانت في عربيتها والجنرال لودفينج بيسألها: انت بجد شايفة ان الامير التاسع ده ينفع يبقى هو الملك؟ ردت عليه بذكاء: ملك الوحوش عمره ما يتحرك هباء، وتدخلوا مرتين علشان شوتار ده معناه انه شاف في حاجة احنا مش شايفينها خالص، وفي الاخر دول اب وابنه. وقالت كمان ان ملك الوحوش لو ابنه قتله وخد الكرسي مكانه هيفرح، لان ده معناه ان اتولد ملك اقوى منه. وقالت ان فوز شوتار بالعرش هو احسن نتيجة ممكن تحصل ليهم كناس قوية. الجنود كانوا لسه بيدوروا ساعتها على جيراد المجنونة، وواحد منهم لمحه. جيراد كان في حالة ضياع، بس ظهر له شخص غامض وعبارة عن ظل وقال له: ها فكرت هتوافق؟ جيراد مسح الارض بايده وطلع دخان اسود نشف الجنود اللي حواليه وقتلهم كلهم، وقرر يوافق على العرض. الظل ضحك وبين سنانه الحادة وقال له: نبدأ من جديد علشان نوصل لنهاية تانية خالص غير اللي كانت فاتتة. وبعد كام يوم من الحادثة ديت كيتلين صحت وكريس رجع القصر الملكية، وشوتار وفريقه اتحركوا لغابة العناكب علشان يقابلوا إيميدا. كان معاهم دليل اسمه رويين ده قال لهم ان الغابة هادية جدا وما فيهاش حتى وحوش برية، وده طبعا اللي قلق شوتار جدا. واول ما وصلوا لقوا الغابة مليانة عظم في كل مكان. الريح الخضراء قالت لشوتار ان الروح بتاعة الغابة الحارسة بقت ضعيفة جدا وممكن تختفي في اي مكان، وشوتار بعت كرام تبلغ
يبلغ المستذئبين باللي بيحصل ده، وعرف من فيليشا ان الغابة دي بتضعف لما المصدر اللي بتحميه يتأذى. فجأة بالليل القمر كان ملون بنور غريبة، وكيتلين فقدت أعصابها وهجمت على شوتار. ساعتها شوتار سيطر عليها ووقفها، بس اكتشف ان باقي المستذئبين كمان اتجننوا. دافني قالت انهم بيتحكم عليهم حاجة مجنونة، واستخدم قوتها علشان تشيل الضباب البنفسجي من عليهم وتخليهم يغمى عليهم علشان يهدوا الوضع. الارض بدأت تتهز ساعتها، والحاجز الدفاعي للغابة وقع، والحقيقة بدأت تتداخل مع الخيال. وحوش كتيرة بدأت تهجم عليهم، وشوتار وفريقه قعد يضربوا فيهم بكل قوته. شوتار طلب من الرياح الخضراء تطلع تشوف ايه اللي بيحصل من فوق، ولما طلعت فوق شافت شعاع ازرق طالع من الارض وشخصية ضخمة جدا زي العمالقة. الوحوش انسحبت فجأة ساعتها، وشوتار حس بحد بيقرب، وفجأة حاجة خبطت في راس كاراك وقعته على الارض، وطلع ده راكون. الراكون وقف وبدأ يتكلم وهو متعصب ومغرور جدا. انت مش شايفني ولا ايه؟ انا إيميدا الفنان اللي بيحمي الشعلة الأخيرة. الكل واقف بقه مفتوح من الصدمة. بعد ذهاب أبطالنا إلى الغابة للبحث عن أميدا العظيم، بيطلع لهم الراكون اللطيف ده. دافي وشوتار وكارك كلهم اتصدموا في مكانهم. الراكون نفخ صدره وبدأ يزعق ويقول لهم إن اسمه أميدا، وإن هو الصانع اللي بيحمي الشعلة الأخيرة. شوتار ما كانش مصدق إن ده هو أميدا بجد، وده خلى أميدا يحس بالإهانة. سألهم بدقيقة هو أنتم متضايقين إن راكون يعني؟ شوتار بسرعة وضح له إن الموضوع مش كده خالص. شكل أميدا كان دايما بيتغير في حكايات الليلة، يعني شوية تلاقيه بني آدم، شوية تلاقيه حيوان. أميدا سألهم هم مين بالظبط، وبما إنه كان راكون المرة ديت كان شاكك إنه هيتعود على منظره ده. شوتر عرف نفسه بمنتهى الأدب وهو وفيليسيا، وشرحوا له إن هم جايين يدوروا عليه بناء على تشريح سيد السيف. فيليسيا اعتذرت له إن هم ما عرفوهوش من الأول، وبكل ذوق سألته يشرح لهم إيه اللي بيحصل بالظبط. أميدا نفخ بضيق، بس رغم كده وشه احمر وبان عليه إنه مستعد يشرح لهم كل حاجة. قال إن هو من كام شهر بدأ يقعد في قلب غابة العنكبوت علشان يجمع الخامات اللي محتاجها لشغله، وكان ناوي يقعد نص سنة كمان قبل ما يمشي. بس في الوقت ده دخلت مجموعة محاوطها طاقة موت بنفسجية واقتحموا الغابة. شوتار اتجمد مكانه لما سمع عن طاقة الموت البنفسجية ديت. أميدا سأله لو كان يعرفهم. شوتار رد إن هو حاربهم قبل كده لما كان بيحمل روح الحارسة لسهول الزاوية. أميدا رد وقال له إن باين كده إن ده هو شغلهم. شوتار سأله لو هو كمان بيحمل روح الحارسة لغابة العنكبوت. أميدا اعترف إنه مدير الروح دي بجميل كتير، ده غير إن في مستذئب بيعمل دوريات في المناطق باستمرار. أميدا فكر إنه لو عمل حاجز وصمت شوية المستذئب هيقوم بالبقية. شوتار سأله الحاجز ده نوعه إيه. جيرين وويد اقترحت عليهم يشوفوا إيه اللي هي شافته. شعاع قوي ضرب في السماء قدام عملاق، والعملاق ده قبض إيده وضرب شعاع نور وجمد الشعاع في مكانه. شوتار اتصدم من المنظر، وجرين ويند قالت لأميدا إن الحاجز اتكسر. أميدا رد إن لسه في حاجز واحد فاضل، بس المشكلة الحقيقية إن اللي بقابلهم كتير واللي بيكونوا بيطاردوا الشعلة الأخيرة بدأوا يتحدوا مع بعض. القمر الأخضر والأرواح الهيجة في الغابة كلهم بسببهم. دافني سألتهم مين دول بجد. أميدا شرح لهم إن هم زمان كانوا أرواح حارسة بس تحولوا لأرواح طبيعية مجنونة، معتقدين إن هم لو امتصوا الشعلة الأخيرة هيرجعوا تاني زي زمان قبل ما يفقدوا أصولهم ويتجننوا. هم اتحالفوا مع جماعة الطاقة البنفسجية، وأي حاجة بيعملوها بتخليهم أقوى بكتير. علشان كده الروح الحارسة لغابة العنكبوت سحبت من قوة خطوط الطاقة علشان تقوي الحاجزة، بس النتيجة كانت كارثية. الشعلة الأخيرة اندمجت مع خطوط الطاقة، ودلوقتي الهروب ما كانش حتى خيار مطروح. فيليسا سألته إيه اللي هيحصل لو الشعلة انطفت. أميدا قال لها إنه ما يعرفش لأن ده ما حصلش قبل كده، بس توقع إن العالم هينتهي زي ما الإشاعات بتقول. شوتار ذهل من الكلام ده، وأميدا قال لهم إن هم لازم يساعدوه، وده خلى شوتار مش عارف ينطق من الصدمة. كاراك طلع لقدامه وفرد دراعاته قدام شوتار، وقال لأميدا إن مفيش حاجة ببلاش، وطلب منه إنه يصنع لهم معدات في المقابل. أميدا اتصدم وهزأ كاراك وقال له أنت مش فاهم خطورة الموقف، دي أزمة ما حصلتش قبل كده والشعلة ممكن تنطفي. كاراك هز كتافه وقال يمكن تنطفي وما يحصلش حاجة. هو وضح له إن هم كمان بيخاطروا بحياتهم، فأميدا لازم يفكر كويس. أميدا كان بيغلي من الغضب، بس في الآخر ما لقاش قدامه غير إنه يوافق ويصنع لهم معدات ليهم كلهم، وقال لهم يمشوا وراه. كاراك فكر وما يرجعش في كلمته، وجرين واتزودت وقالت له ما تنساش وعدها هي كمان. تاني يوم شوتر شرح كل حاجة للثلاثة اللي كان مغمى عليهم طول الوقت. كيتلين وسير اتصدموا وخافوا من اللي عملوه، وبما ان الموضوع بقى اوحش بكتير من قبل كده شوتر بعت روبين هو كمان للقاعة بمهمة انه يبلغ المستذئب باللي بيحصل ويطلب التعزيزات. عملوا دائرات ووقفوا وقفة سريعة للتشاور، وأميدا شرح ان نمط العدو
العدو بينقسم لمرحلتين. الاول بتبقى وحوش وحيوانات اتجننت بسبب روح الجنون وبيرموا نفسهم على الحاجز، يعني مجرد هجوم غشيم علشان يضعفوها. وبما ان المستذئبين عندهم شراسه قويه مستخبيه فسهل روح الجنون تغويهم، وده معناه ان هم محتاجين احتياطات. ديليا بقى هزت راسها وقالت له انها فهمت. المرحله الثانيه بتبدا لما الحاجز يضعف، ساعتها بيظهر عملاق ابيض ويدمره. الوحش ده بيتكون لما الارواح الحارسه المجنونه بتندمج في واحد بس، وفوق كل ده جماعه الطاقه البنفسجيه بينضموا ليهم، وده بيخلي الموضوع اخطر بكتير. اميدا خطط انه يفتح فتحه في الحاجز بالقصد ويوجه هجوم الموجه الاوليه لنقطه واحده، وهناك شوتر والباقيين يخلصوا عليهم. لو قضوا على المرحله اللي الحاجز بيضعف فيها العملاق الابيض مش هيعرف يكسره. اميدا قال الكلام ده بكل ثقه لانه بقاله ايام بيقص قوته والحاجز بيتدمر. لو الصبح جوه الحاجز سليم العدو هيتراجع، وبالنهار يصلحوا الحتت الضعيفه ويكرروا الموضوع بالليل. وهو لسه بيشرح ان هم لو صمدوا يومين هيفوزوا. كيتلين فجاه مسكته وحضنته وقالت له ان هو كيوت قوي. كارك مال على شوتار ووشوشه ان اميدا باين عليه مستمتع لسبب ما، وده خلى شوتار يشك ان اميدا نقطه ضعفه الستات الحلوه. فيليسا سالت لو خطه اليومين دولت شامله التعزيزات. اميدا هز راسه وقال لا، كل ده علشان يعتمدوا على نفسهم. وبعدين كشف عن الجوكر الحقيقيه. قلب الشعله الاخيره هو في الاصل الساحه، هو اللي صنعه ولسه بيتشحن، واول ما يخلص هيقدروا يستخدموه علشان يهزموا العملاق الابيض. وبالليل طلعوا للمسبح وكاراك مسك الفاس اللي اميدا صنعه وهو بيضحك ومتحمس يستخدمه. دافني ادت لديليا وكيتلين رابطه راس تطرد روح الجنون طول ما هم لابسينها، وفجاه صوت عالي رن في الغابه والشجر بدا يزيح. شوتر عرف ان هم وصلوا اخيرا. جيش من الوحوش طلع من الضلمه. شوتر امل الكل يثبتوا في مكانهم، ما يسمحوش لاي حد من الوحوش يحد المتراسه، هم بس لازم يصمدوا يومين. في قطعه اثريه بنفسجيه غريبه بدات تلف وتشتغل ساعتها، والحلقات ركبت في مكانها والبلورات اللي في النص نورت وطلعت قوه غاشمه. فيليسا نزلت برق بنفسجي من السماء وهي طايره في الهواء، والبرق ضرب الارض وفجر كل حاجه بقوه مرعبه. نزلت عصايتها واتنهدت بارتياح، والشراره البنفسجيه لسه حواليها وهي بتاخد نفسها. اميدا قال لها انها لما تفهم قوه كل الاشياء بجد لازم تجرب العصايه اللي سلفها لها، وساعتها تعمل سحر اقوى بكتير من اللي عملته من شويه. فيليسا ركزت وعصايتها نورت ذهبي وطلعت انفجار نار عملاق بلع الوحوش، وانفجار كبير ضرب في السماء. شوتر مدحها على شغلها العظيم وهجم هو وكيتلين لان الدور جه عليهم. شوتر فعل قبضه الانفجار وكيتلين حاربت جنبه وهي بتهرس الوحوش بضرباتها. وحش حاول يتسحب وراها بس ساره بقى اتحولت وضربته وقضت عليه. كارك هو كمان يهاجم ونزل من فوق زي نيزك وضرب الارض بانفجار ذهبي طير كل حاجه حواليه. كارك قال ان السلاح اللي راكون سلفه لهم ما بيهزرش وانه قوي بشكل مش طبيعي. اميدا ودفني فضلوا وراه بيراقبوا المعركه، واميدا لاحظ ان هم ماشيين كويس وافتكر ان اسم الامير شوتار. لاحظ ان معدات الولد لسه محتاجه شغله، بس ده مالوش معنى غير لما ينجو في المعركه ديت. وقرر انه عاوز يصنع له على الاقل حته واحده من المعدات. وفجاه اميدا صرخ ان العملاق الابيض هيظهر ولازم يرجعوا جوه الحاجز. شوتار رد انه فاهم والكل جرى، والحاجز بدا يقفل ودخلوا كلهم. شعاع نور ابيض ضرب السماء ووصل بالقمر الازرق اللي بينور. طاقه عنيفه بدات تتحرك بينهم والارض اتهزت تحت رجليهم والعملاق بيظهر. كانت اول مره يشوفوا فيها العملاق الابيض وكان فعلا ضخم جدا. ضرب الحاجز وكارك حس انه مذهول من حجمه، ضربه واحده منه تموت اي حد. اميدا طمنهم ان الحاجز مش هيتكسر وكل اللي عليهم ان هم يستنوا لحد ما يختفي. العملاق فضل يضرب في الحاجز وهم بيراقبوا، بس شوتر حس ان في حاجه غلط، ما كانش زي امبارح. فيليسا سالته قصدك ايه؟ رد وقال ان امبارح ما كانش فيه الهاله الزرقاء ديت وضرباته كانت اقوى، وبدا يشوف شروخ بتظهر في الحاجز. اميدا ما كانش مصدق وادرك ان القوه اللي ورا ديت هي الموت. الحاجز اتدمر تماما وشوتر زعل الكل علشان يوسعوا من الطريقه. ضربه العملاق جت في شوتر مباشره طيرته لورا فوقع من على السلالم. كارك وفيليسا صرخوا باسمه وهم مرعوبين، وشوتر أن من الوجع وعرف ان الموضوع خطير جدا. لو خد ضربه تانية زي ديت هتبقى النهايه. ساعتها كارك شاور على حاجه، سفينه كانت طايره في السماء. السفينه الشراعيه الطايره ديت فكرت شوتر بشخص معين، القائد الوحيد اللي بيبحر في السماء، القزم المظلم اللي سيفه بيشق السماء. فيليسا وشها نور لما عرفته، ده كان اخوها الامير الخامس سيلفين دومبليد. سيلفين رفع صوته وامر بالهجوم، والسفينه خبطت في العملاق الابيض والعملاق اتهز واتصدم ان في حاجه ضربته من ظهره. السفينه الطائره اخترقت ظهره وخرجت من جسمه الضخم. فيليسا اتفاجئت بوجود اخوها والسفينه نزلت قريب منهم. شوتر لاحظ ان في فتافيت من العملاق الابيض بتقع وكانت سايله وبدات تطلع تاني وتتجمع في شكل جديد. اميدا قال ان كل واحد من دولت هو روح حارسه اتجننت واتدمرت، بس ما فيش شك
ان هم كانوا ارواح طبيعيه في الاصل. شكر الكل على مجهودهم وقال ان هم اخيرا وصلوا للنهايه. شوتار شاف ان الوهم اختفى والقمر رجع لطبيعته والعملاق اتفكك للارواح الحارسه اللي كانت متكونه منها. اميدا كان مذهول، الهجمه ديت كانت المفروض تخلص كل حاجه بس حسوا بطاقه تانية طالعه منهم. الارواح الحارسه ديت كانت متغطيه بطاقه بنفسجيه، وشوتار كان حاسس ان هم مش فاهمين ايه الطاقه ديت، وادرك انها اكيد كانت مخبيه قوتها طول الوقت ومخططه لكل ده علشان اللحظه دي بالظبط. فيليسا طلبت من دافني تاخد اميدا ويروحوا لمعبد الغابه، وشوتار امل الكل يستعد للمعركه. كانت دي بدايه الجوله الثانيه وكلهم هيجم. في حارس واحد فضل واقف بيراقبه، وكيتلين وشوتار ادركوا انه هو القائد. هي اتطوعت تروح تستكشف الاول بس هو قال لها مفيش داعي واقترح انه ما يخلصوا عليه بضربه واحده سوا، وهي لاحظت انه بقى شهم قويه فقبلت ايده ومسكوا ايد بعض والهاله انفجرت من جسمهم. قائد الارواح الحارسه لاحظهم وشوتار وكيتلين كانوا متحمسين جدا، هجموا في نفس الوقت والقائد اتفزع وضربهم مع بعض. باقي الحراس هجموا عليهم وكيتلين قالت له انها تتعامل مع القائد وهو يخلص على حراس الروح البنفسجيه. سالها لو تقدر لوحدها، قالت له ما يقلقش لانهم دوروا الهاله بتاعتهم مع بعض ودلوقتي تقدر تستخدم ضربه قبضه الهاله بتاعته. قبضتها جت فيه وكيتلين كانت واثقه انها تهزمه لوحدها بس الحارس لف دراعه حوالين دراعها وهي اتخضت. ضربها وده لفت انتباه شوتار بس حارس شبه الدب نط عليه. هو صده بس بدا يتضايق ويزعق فيه وقال له بطل تلزق فيا وغور من وشي بقى. رمى الدرع عليهم وقطعهم ومستوى زادوا بقى ليفل 25. ومن المستوى ده المهارات المخفيه بدات تتفتح. اتعلم التحكم في الحركه النهائيه الخاصه المستوى الاول وزياده عليه اتعلم شويه مهارات، وده معناه ان الاعداء دولت انتهوا تماما. فعل الحركه النهائيه لسوري الابيض وفي اللحظه ديت كذا روح حارسه حصروه وهجموا عليه في نفس الوقت. شوتر فعل مهاره النطق الملتقى وفجاه الحراس دولت اتبلعوا في وسط ضباب اخضر والموضوع قلب زي اعصار سحلهم كلهم بعيد. شوتر كان مبهور وهو شايف مهاره الصحوه بتاعته ودي كانت اول مره يستخدمها بس فهمها في ثانيه. المنطقه كلها بقت ملكه وتحت سيطرته والحراس دول طاروا في الهواء وكانوا بيصرخوا من الوجع. شوتر كان عاوز يخلص عليهم كلهم وما يخليش ولا واحد فيهم عايش. في حارس منهم حاول يقاوم وشد الاعصار فشوتر عمل اعصار اقوى بكتير في نص ارض المعركه. بعد ما شوتر طلع كل قوته فضل واقف على رجليه بس ثواني وقع على ركبته وهو بيتألم. ما كانش متخيل ان استهلاك الهاله بتاعته هيبقى مرعب كده. كان حرفيا جاب اخره وصفى ميه ونور. لما رفع عينه لقى الحارس الروحاني لسه واقف وبيرفس علشان يتحرك. شوتر ما كانش مصدق انه لسه حي بعد كل ده، وشوتر جسمه كله متكثف مش قادر يتحرك. وفجاه حصل انفجار صوته عالي جدا، الدخان طار ناحيه قائد الحراس. شوتر بص باستغراب ولقى كاتلين مدت ايديها وقالت له ياخد الهاله بتاعتها. هي نفسها كانت مستغربه بس استعجلته علشان ما فيش وقت وهو وافق فورا. مسك ايديها وهالتهم مع بعض ضربت في السماء. حس بقوتها وهي بتجري في عروقه وبترجع له كل اللي فقده. الحارس هجم عليهم باطرافه اللي زي السيوف فشوتر شد كاتلين ورجع لورا ولف من الهجوم بعجوبه. بكميه الهاله ديت الموضوع بقى في جيبه. رجع قبضته لورا والحارس بيهجم عليه من تانية. القوه كانت بتنفجر في دراعه وهو بيستعد ينهي المعركه. فعل الحركه القاضيه بتاعت ارس كوكير، انفجار الدمار. قبضته اخترقت جسم الحارس تماما وهالته فجرت الحارس من جوه وحصل انفجار مهول. شوتر كان بيلقط انفاسه بصعوبه. الضربه دي اتحولت الحارس لرماد وعملت طريق محروق في الارض. كيتلين سالته ايه الحركه ديت بس هو ما قدرش يرد وقع من طوله وفقد الوعي. فيليشا وكاراك اتخضوا عليهم جدا وفجاه روح شكلها زي الغزال نطت ناحيته. فيليشا شافتها وصرخت علشان يحاسب بس سيلفين اتدخلت وصدت الهجوم. فيليشا كانت مذهوله وسيلفين امر رجالته يمسحوا الباقيين كلهم والبحاره نزلوا من السفينه زي السيل. بعد كام ساعه الشمس طلعت على شوتر وصحته. عرف انه غاب عن الوعي تاني وبدا يتعود على الحوار ده. لما خرج من الاوضه فيليشا وكيتلين جريوا عليه وسالوه عامل ايه. فيليشا قالت له انه كان لازم يرتاح اكتر وسالته قايم ليه دلوقتي. قال لها انه زي الفل وسالها عن كيتلين اللي ردت انها تمام. سيلفين قرب منهم لما لقى شوتر صحى وفيليشا قالت لشوتر يعرف نفسه لاخوها التوأم. سيلفين قدم نفسه بدراما ان هو اللي بيجوب الاعلى وقال له بقى كمان ان هو صاحب الفضل اللي انقذهم ليله امبارح. شوتر لاحظ قد ايه الراجل ده بيحب يتفاخر بنفسه بس شكره وساله عارف طريقهم ازاي. فيليشا شرحت له انها لما كانت في فيله كلمته وبعتت له الاخبار بس وما كانتش متوقعه انه هيجي يدور عليها بالفعل. سيلفين رد وقال ان اخته الصغيره حبيبه قلبه لو في خطر ما يقدرش يقعد ساكته، وقال لشوتر انه انبهر بيه وانه سمع كتير بس ما كانش متخيل ان بالقوه ديت، واعترف بقوته قدام الجميع. شوتر وقف متنح وسيلفين قال له يرفع راسه ويتفرج
يتفاخر كده علشان هو بنفسه اعترف بيها. فيليش استغربت وقالت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما سورد لورد اعترف بقوته من زمان. سيلفين اتفاجئ وسالها قصدك ايه؟ شوتر فكر في سره ان سيلفين ده شخص غريب بس عينه حلو وبيقدر الموهبه. اميدا وصل ساعتها وهو متشال على كتاف دافني وقال انه ارتاح لما لقى الكل بخير، وواضح ان بفضل شوتار قدروا يحملوا الشعلة الاخيره والروح الحارسه، وزي ما وعدوا هيصنع له قطعه سلاح اسطوريه. بس قبل كده كان في حاجه لازم يعملوها. شوتار ساله ايه هي واميدا قال له يمشي وراه علشان الشعلة الاخيره عاوزه تقابل الامير التاسع. الكل بص للسماء واميدا طلب منهم يركزوا ويظبطوا ادبهم علشان الشعلة الاخيره شايفه كل حاجه. دخلوا فعلا المكان وشوتار كان مبهور. شجره عملاقه في النص وجنبها ستة، سلمت عليهم وقالت لهم انها سعيده بمقابلتهم. عرفتهم بنفسها انها كابرانج الروح الحارسه لغابه العناكب. شوتار اتصدم وما بقاش فاهم حاجه، ازاي الروح الحارسه طفله صغيره كده؟ جرين ويند شرحت له ان الطفله ديت مش الجسم الحقيقي، ده مجرد وسيطه، وشكلها كده الروح الحارسه الاساسيه لسه صغيره وضعيفه وما قدرتش تشارك في معركه امبارح، وان العنكبوت العملاق اللي في الاساطير ده غالبا كانت الروح الحارسه اللي قبلها. شوتار استوعب وقتها ان الارواح الحارسه كمان ممكن تخلفه، ومن اللحظه ديت اميدا والامير بس اللي كملوا والباقوا استنوا. شوتار نادى على جرين ويند تطلع، طلب منها تقعد تتكلم مع اللوح الحارسه شويه وان ديت فرصه ما بتجيش كل يوم. اميدا زعق لشوتار علشان يتاخر، وشوتار ودعهم وطلع السلالم واميدا ساند على كتفه. وقبل ما يدخلوا اميدا حذره ما يغلطش ويتحرك بحسابه، وشوتار قال له تمام. فتح الباب ولقى شعله زرقاء قايده فوق مشعل، واميدا قال له يقرب ويحط ايده جوه النار وما يقلقش علشان ديت مش نار عاديه. شوتار بلع ريقه وقرب ايده ببطء، والنار الزرقاء لفت حواليه وحس بدوخه وما بقاش عارف هو فين. وفجاه الشعله الاخيره اتجسدت واتكلمت معاه وقالت له اخيرا اتقابلنا يا فارس الغزوه. شوتار سالها هي الشعله الاخيره؟ هي شافت في عينه الحيره وسالت له ما يعرفش يعني ايه فارس غزوه، واعترف انه فعلا ما يعرفش. الموضوع عجبها وبدات تشرح له عن الفرسان الاربعه، الغزو والحرب والموت والمجاعه، وانهم كائنات بتسعى للدمار ونهايه العالم. بس لاحظت ان الشيطان مختلف تماما لدرجه انها مش فاهمه ازاي يختاروا فارس غزوه. الفرسان دول بيبقوا متعطشين للخراب من قبل ما يبقوا فرسان اصلا، بس الشيطان مش عاوز يخرب حاجه ولا حتى متاثر بقوه الغزو اللي جواه، بالعكس ده كأن قوه الغزو هي اللي عاوزه هو اللي يسيطر عليها. سالته هو عاوز ايه، وبما انه هو فارس الموت لسه بيسعى للنهايه، شوتار سكت وفكر. في الاول فكر يرجع عالمه، بس لما فكر في اللي هو عاوزه بجد افتكر كيتلين وهي ماسكه ايده، وفيليشا وهي بتحضنه وتقول له ارجع بالسلامه، وكاراك اللي وعده يحمي سره. عرف انه عاوز يوقف المذبحه ديت ويحمي الناس اللي بيحبهم ويغير المستقبل اللي كان الكل فيها يموت على ايد زفر، واعلن ان هدفه يحمي الكل. فالشعله الاخيره ابتسمت وقالت له ان فارس الغزو مولود بمصير ملكه، وعلشان يحقق امنيته لازم يسيطر على كل حاجه. وسالته السؤال الاخير هل هتبقى ملك الشياطين؟ شوتار فكر وقرر هو عاوز يغير نهايه العالم وقال ايوه هبقى ملك الشياطين. الشعله الزرقاء لفت حواليه وسميته ملك الغزو وتمنت له التوفيق. جاله اشعار بعدها انه اتعلم القوه الملكيه وتجسيد اللهب من المستوى الاول، وعمل تحالف قوي مع الشعله الاخيره وكمان مستواه زاد. شوتار كان مذهول من اللي حصل له، واميدا قرب منه وهو مستغرب ايه اللي عجبه فيها، وقال له يمشي وراه علشان يسلمه طقم معدات كامله في بستان الفواكه السري. اميدا قال له بكسل ان الخامات ناقصه، وقال له يروح شمال لبحيره الشمس ويصطاد وحوش معدنيه من هناك. وشوتار استغرب وقال له لو جلود وعظم التنانين الاسود مش كفايه ايه اللي هيبقى كفايه؟ فاميدا زعق فيه وقال له ديت المكونات الاساسيه وبس، علشان اعمل لك طقم جديد محتاج خامات كتير، هات اي حاجه تلاقيها في سكتك. شوتار في سره استغرب ازاي اعظم حداد في العالم وما عندوش اي خامات، واميدو فهم ده من نظرته وزعق فيه وقال له يتحرك فورا. السفينه طارت في السماء وكاراك سال لو الوحوش ديت موجوده بجد. سيلفين اكد له قال له ان اشهرهم كالوس ومعدنه نادر جدا وبيقاوم الميه. كاراك انبهر بسيلفين اللي فرح بنفسه تاني وقعد يمدح في كونه الامير القادم. ولكن هنا يا اصدقائي بينتهي الجزء ده، فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل لابطالنا؟ ولا يتمكنوا من القضاء على الوحش كالوس واللي هم بيقولوا عليه ده؟ ولا يقدروا من تجميع كل المواد علشان يعملوا المعدات الخاصه؟ وايه هي قوه المعدات دي من الاساس؟ ولا يقدر ينقذ كل الاشكال ديت من زفير واللي هو ملك الشياطين الحالي؟ ده اللي هنعرفه يا اصدقائي في الاجزاء القادمه. استنونا في الجزء القادم من حكايه شوتار، وما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ترزعنا باللايك والاشتراك الرهيب، تدعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم بالناس القريب. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.